بنبدأ المشهد بحوت طاير على ظهر ورد عشان يورينا قد إيه العالم ده غريب، وبعدين بيظهر واحد تاني على ظهره صحراء كاملة عشان طبعا لازم، وسلحفات عملاقة شايلة بركان، ومنجم كريستال كامل على صدفتها، حاجات عادية جدا يعني. المهم، بعد عصور الطاقة الروحية بترجع تاني، والكل بيبدأ يرفع مستواه عشان يوصل للمراحل المتقدمة، وده بيبدأ عصر الزراعة الروحية، والكل بيبني طوايفه الفخمة على الجبال وحاجات زي كده. بس طبعا المتدربين طمعوا وبدأوا يتخانقوا مع عشيرة الشياطين عشان الموارد. عشيرة الشياطين بقيادة الملكة أم شعر وردي دي ما كانتش هتسكت وتستسلم. المتدربين قرروا يستخدموا سياسة الأرض المحروقة، حرقوا كل حاجة ما قدروش يسرقوها. حركة شيك قوي يا جماعة. الفوضى دي كلها خلقت خراب تاني، وهناك الانضمام لطائفة هو فرصتك الوحيدة للنجاة. ودلوقتي احنا في حديقة أعشاب طائفة زيون، والنباتات شكلها هتعضك. النبتة البنفسجية العملاقة دي قررت تختار العنف وبدأت تبصق في كل حتة زي العيال الصغيرة. وهنا بيظهر بطلنا وهو بيتغرق بالسائل الغريب ده. النبتة حرفيا رمته في آخر الحديقة وخلته ياكل تراب بوشه. ده بطلنا تيانيون بيحاول يهدي الموضوع وبيسمي الهجوم ده تلقيح. صاحبنا قرر يخلع وهو مدرك انه مستحيل يتفاهم مع يقطينة واعية ومتعصبة وهو لسه متغطي بسائل النباتات اللزج. بيسمع بنت بتناديه عشان ياكل، توقيت مثالي. وهنا بتظهر الوايفو بتاعت المسلسل، هي ماياو، وجايبة الغدا لصاحبنا. صاحبنا بيروح لها، غالبا بيتمنى انها ما شفتهوش وهو بيتبهدل من خضار. جبدله يخنت فراخ بالدوريان اللي صوتها يا إما حب حقيقي أو سلاح بيولوجي. هي أصلا بتمسح له السائل اللزج من على وشه، وصاحبنا واضح إنه مرتبك. تيانيان بيحاول يعمل نفسه عادي، والوايفو هي مياو بتحضر نزهتهم الصغيرة. وهنا بنبدأ مع قصة الماضي. صاحبنا بيشرح إنه مجرد بستاني عادي في الطائفة، واتضح إنه في حياته اللي فاتت. صاحبنا كان على كرسي متحرك وقاعد مع نباتاته طول اليوم، كان جيمر أصلي بيحلم بالنوع ده من العوالم وهو محبوس في عالمه القديم. برج حظ العين في الراديو قالوا إن حظه هيضرب قبل ما يقابل الشاحنة. كن على الأغلب بيصحى في عالم الزراعة الروحية اللي كان دايما بيقرأ عنه. وأخيرا جات له لحظة بطل الإيسيكاي بتاعته. صاحبنا متحمس جدا وهو بيدرك إن عنده فرصة لبداية جديدة، وجسم بيتحرك فعلا. بس طبعا شوية بنات من الطائفة بيبصوا له باحتقار عشان أحلامه كبيرة. هو أصلا بيخطط لبناء شخصيته الخارقة، بس افتكر إن الكون قال له لأ وما دلوش جذر روحي. الذاكرة بترجع له. شيخ كبير من الطائفة قالوا في وشه إنه قمامة بلا موهبة وما يقدرش يتدرب. يعني ما يقدرش يتدرب، بس أخذ جسم قديس الأعشاب الفطري كجائزة طردية. صاحبنا حرفيا بيعمل نزهة على جذع نبتة واعية سماها أجو، واتضح إن جسمه جديد بيخليه ريحته زي حشيشة القطط الفاخرة، وهي مياه أدمنت الريحة. اتحولت لوضع الكوالة الكامل، وصاحبنا بيحاول يبعدها بعصيان الأكل. بيحاول يمشيها على إنهم صحاب من نفس البلد، وهي بتحاول تمتص روحه. تيانيوان استسلم فورا وسابها تاخد جرعتها اليومية من شم الأخ الأكبر. صاحبنا بدأ يفكر إن الحياة دي ممكن متكونش سيئة قوي. في النهاية هو مستمتع بالهدوء، ودي العلامة العالمية إن المصايب هتبدأ. وفي التوقيت المناسب شخصية جديدة بتنتقل فجأة عشان تبوظ لحظتهم البريئة. دي التلميذة الأولى في الطائفة، وينيو، شكلها مستعدة تنهي مستقبله كله. تيانيوان بيحاول يهدي الوضع وبيقول إنها استراحة عشاء، والتلميذة الأولى مولعة من الغضب حرفاً. صاحبنا بيعرق وهو بيفتكر الإشاعات إن وينيو هي أساساً الرقيب المدرب الشخصي للطائفة. هي مياو بتدخل في وضع الحماية وبتهاجم وينيو عشان بتحاول تشغل واحد فائني لحد الموت. التلميذة الأولى وينيو بترد عليها بيخليكي في حالك، وبتفكرها إن صاحبنا لسه في وقت شغله. هي مياو بتتهمها إنها بتستقوي على الضعيف، وتيانيوان ورا بيحاول يهديها، وهي بتتجاهله تماما وبتشحن قوتها عشان تدافع عن شرف راجلها. هي مياو مستعدة للخناق، بس وينيو في الخلف شكلها هتنهي الموضوع ده بحركة واحدة. وينيو بتصد الهجمة من غير أي مجهود، وبتقول لها يا مغرورة يا حمقاء، دي لازم توقع.
التلميذة الأولى بتدرب هي مياو ضربة قاضية وهي بتبدأ تكحي دم فورا. حسنا، ده كان سريع. صاحبنا بيمسكها وهي بتقع وهي أصلا بتحاول تعمل نفسها كويسة. صاحبنا تيانيوان بيدخل في وضع الحماية الكامل، بس وينيو بترد عليه بحجة: أنا بس بعمل شغلي. التلميذة الأولى بتبص لتيانيوان نظرة موت، كأنها بتقول له بطل كسل وارجع لشغلك. وصاحبنا تيانيوان اتعصب رسميا وبيديها نظرة أنت لسه عاملة غلطة كبيرة. وينيو بترمي تهديد أخير وبتخلع وبتسيب صاحبنا يتعامل مع العواقب. هي مياو أصلا بتشتكي من وينيو وبتتساءل إزاي واحدة مجنونة زي دي هي التلميذة الأولى. تيانيوان بيدافع عن الرقيبة المدربة، بس هي مياو مش مصدقة كلامه بتاع دي بطلة. هي مياو بتبدأ تتمنى عشبة تقوية وتقدر تشوف الأفكار بتدور في دماغ تيانيوان. صاحبنا بيقول لها توطي صوتها وهي فورا بتفترض إنه هيعمل حاجة غير قانونية. هو بيقول إحنا مش بنستخدم كلمة سين هنا، وبيحاول يخبي خطته للسرقة. تانغوين بيديها ابتسامة البطل الواثق كأنه بيقول متقلقيش، الموضوع ده عندي. هي مياو بتديله حضن الدعم العاطفي الكامل، وتيان يوان كل همه إن هدومه متتوسخش بالمخاط. الرقيبة المدربة وينيو بتطير بعيد، غالبا راضية إنها بوظت نزهتهم تماما. وينيو بتبص وراها من غير أي ندم وماسكت حاجة شبه بيجر تدريب عالي التقنية. الشمس بتغرب أخيرا، وده معناه إن الوقت جه رسميا لبعض أنشطة البستنة الليلية. صاحبنا تيانيوم بيقرب من بوابة حديقة الأعشاب، مستعد يرتكب خيانة بسيطة عشان حبيبته، وعلى وشه نظرة البطل اللي بتقول أنا هعمل حاجة غبية بس جامدة. صاحبنا واقف قدام لفتة العار بتاعته وهو بيخطط للسرقة. المفارقة مش واصلة له، بس الأول صاحبنا قرر يعمل شغله الحقيقي ويسقي النباتات قبل ما يسرق المكان. بيطلع شوية تعويذات وبيستعد لسحر أدواته عشان سرقة الأعشاب الخطيرة دي. بيلزق ستيكر أخضر منور على القصيص بتاعه كأنه بيفعل شفرات غش للبستنة. صاحبنا تانغ يوان فعلا بيشيل الحشائش بقصيصه المسحور ومستمتع بالجو. بيبص على حقل عشبة الوستارية اللي هو بالتأكيد هدف سرقته. صاحبنا معجب بالبضاعة، بيتصرف كأنه مجرد بستاني فخور بنفسه مش مجرم مستقبلي. بيبدأ يخفف الزرع، ودي أقدم حجة في التاريخ للسرقة الصريحة. وطبعا سيد الطائفة بعيونه الحمراء المرعبة بيظهر فجأة عشان يمسكه متلبس. تيانيان بيحاول يقول أسوأ كتبة في التاريخ وبيقدم الحاجات المسروقة للشخص اللي سرقها منه. سيد الطائفة مش معجب بالكلام ده وبيبدأ يشحن طاقة هجوم معناها أنت مطرود. الراجل العجوز حرفيا بيخنق صاحبنا بقوة الإرادة اللي بيتبهدل دلوقتي بسبب حجته الفاشلة. بعدين بينادي على فرقة البلطجية عشان يضربوا تيانيوان لحد ما يبقى عجين. ده اسمه عدم تسامح خالص. صاحبنا بيترمى بعيد، بس على الأقل موقعش الوردة، هو بس التبهدل، لأن فرقة البلطجية بتبدأ تضرب صاحبنا بالعصيان وبيضربوا بضمير. حتى وهو بيضرب تيانيوم بيفكر بس فيه هي مياو ولسه ماسك الوردة. وفي اللحظة اللي كانوا هيحولوه فيها لمعجون ناعم، أخيرا حد بيصرخ عشان يوقفوهم، ودي هي مياو بتظهر عشان تتوسل لإنقاذ حياته. النجدة وصلت، أو ده اللي هو فاكره. صاحبنا تيانيوان اللي شكله متغرق في الدم فاكر إنها هنا عشان تنقذه. يالك من ساذج يا صغيري. هي مياو بتطلب من سيد الطائفة معروف، بس النظرة اللي على وشها مش اللي نفسك تشوفها. بتطلب منه على الأقل يسيب له جثة كاملة. روح صاحبنا خرجت من جسمه. تيانيون متدمر تماما، وهي مياو بتقول له أبرد جملة: ده اللي حصل في التاريخ. بتبدأ تمشي ناحيته بطاقة الأرى المرعبة دي، وانت عارف إن الموضوع هيسوء أكتر. هي مياو بتتحول ليانديري كاملة وبتكشف إنها اتلاعبت بيه عشان يسرق العشبة لأنه كان غبي جدا. اليانديري هي مياو بتتشمت وبتقول إنها هتاخد وظيفته بعد ما يموت وبتزود الجرح أكتر. صاحبنا تيانيوان على وشك إن راسه تتحول لفطيرة ولسه بيسأل لي زي الأهبل. سيد الطائفة المرعب بيأمرهم يستخدموا جسم صاحبنا كسماد. الطائفة دي كلها فاسدة. وهنا بتيجي الرقيبة المدربة وينيو وبتفضح الياندري عشان ورطت صاحبنا. سيد الطائفة بيبص لوينيو نظرة معناها: انت متأكدة انك عايزة تموتي عشان الموضوع ده؟ وينيو مش بتهزر وبتطلع البيجر بتاعها من شوية
عشان تثبت إنها سجلت المؤامرة كلها. هي مياو فوراً بتبدأ تلعب دور الضحية وبتتهم وينيو إنها حاقدة وغيورة. سيد الطائفة بيتحول لشوغر دادي كامل وبيكشف إنه كان على علاقة مع اليانديري دي طول الوقت. الرقيبة المدربة وينيو طفح بيها الكيل من الهبل ده وبتشحن سيفها بالطاقة عشان تثبت وجهة نظرها. هي حرفياً بترمي سيفها على الأرض ويترك الطائفة غاضبا في الحال. يا له من أسطورة. المدربة الصارمة تقضي على الأوغاد بينما تنقد لتخطف بطلنا. يتم إخلاء بطلنا تيان يون في حالة طوارئ ويبدو على بعد ضربة واحدة من الموت والعودة للحياة. اليانديري هيامياو تصاب بالذعر لأنهم يهربون، لكن سيد الطائفة المقزز يتصرف بهدوء. تيان يون يعيش لحظة مؤثرة ووينيو تأمر بأن يخرس وألا يموت. يقرر سيد الطائفة أنه انتهى من اللعب ويطلق العنان لحركته الخاصة بحذف الشخصية. حركة الزعيم الأخير يطلق العجوز يد موت بنفسجية عملاقة ليتأكد من أنهم لن يغادروا مع تقييم سيء. وهناك يحدث الاصطدام. انفجار هائل قضى على الأرجح على المنطقة بأكملها. اليانديري غاضبة لأنه حطم لاعبتها، لكن سيد الطائفة يقول إنه لا يزال بإمكانه استخدام قطع الغيار. المدربة الصارمة تصدت للضربة، لكن بطلنا يدرك أن شريط صحته البشري وصل إلى الصفر رسمياً. بطلنا تيان يون يرى شاشة الموت للمرة الثانية بالفعل ويفكر في بدء لعبة جديدة بلس. تيان يون يبدأ مونولوج قصة أصله كشرير، مدركا أخيرا أن اليانديري قد تلاعبت به. إنه يضغط على زر لو كان بإمكاني العودة للحياة في رأسه المليء بالغضب والندم، وفجأة تظهر جوهرة غامضة بينما يقسم على الانتقام. الحديث عن درع الحبكة. الكون يرسل له أخيرا نافذة التعليمات مانحا إياه نظام البستان. فقط بعد أن مات يتصرف صاحبنا وكأنه كان ينتظر هذه الإضافة الجديدة، متهما النظام بالتأخر. يبدأ النظام في تنزيل مكافأة الصحوة وبطلنا مستعد لغنائمه المجانية، والجائزة الكبرى هي وايفو بنمط نباتي داخل صندوق. حسنا، لا بأس. يتضح أنها بذرة روح زهرة عمرها 10,000 عام وهي أداة بداية خرافية. يعرض عليه النظام الشروط والأحكام، مجرد تضحية صغيرة بالدم للبدء. بطلنا يضغط على موافق فورا دون قراءة الشروط الدقيقة، مستعدا لبدء خطة انتقامه. وأخيرا تظهر الوايفو روح الزهرة ولديها بالفعل هالة ادعسي علي. يؤكد النظام رسميا أن التنزيل قد اكتمل فوق جثة بطلنا تماما. في هذه الأثناء اليانديري وسيد الطائفة المقزز يحتفلان بانتصارهما بالفعل كالمهرجين تماما. أحد الأوغاد يلمح الغنيمة المتوهجة على جثة بطلنا ويطمع فيها. هذا العبقري يقرر أن يسرقها لنفسه، لكن شريكه يريد حصته أيضا. تنبت بذرة روح الزهرة من صدره، وهذا الأحمق على وشك أن ينقذها بمجرفة. تنفجر الزهرة كسوبر نوفا قاذفة بالأوغاد إلى الفضاء. بينما يراقب الأشرار بصدمة، اليانديري وسيد الطائفة يحدقان فقط، جاهلين تماما بالفوضى التي أطلقوها للتو. الزهرة الصغيرة تصبح شجرة عالما لعينة، مسببة ظاهرة خارقة تهز السماء والأرض. سيد الطائفة المقزز يدرك أخيرا أن هذه ليست مجرد زهرة، إنها روح من المستوى الأسطوري. يحصل سيد الطائفة المقزز على درس سريع حول مستويات القوة، مدركا أنه في ورطة تفوق قدراته. لكن بالطبع أول فكرة تخطر ببال العجوز هي كيفية تحويل هذه الروح ذات المستوى الإلهي إلى عصير لزيادة القوة. تشير اليانديري إلى أن الروح تبدو بشرية، لكن سيد الطائفة يتجاهل الأمر كالعجائز المتخلفين. تبدأ الوايفو روح الزهرة دخولها الدرامي، وقد فتحت السكن الفاخر بالفعل. يتضح أنها ليست مجرد روح، بل إمبراطورة شياطين بكامل هيئتها تدعى فاي هوا. يا له من تحول في الأحداث. تستيقظ الإمبراطورة من قيلولتها الطويلة وتبحث بالفعل عن شخص لتدوس عليه، وأخيرا يعيش سيد الطائفة لحظة يا إلهي لقد تورطت، مدركا أنه كان يتفوه بالهراء أمام زعيم أخير. تخرج الإمبراطورة هاتفا زهريا حرفيا، لأنه بالطبع لديها واحد من هؤلاء.
تتصل بالفعل بفرقة أباطرة الشياطين لإخبارهم بأنها عادت للعمل، لكن اتصالها لا يلقى أي رد، وتتحول فورا إلى وضع القتل الكامل. تسحق إمبراطورة الشياطين هاتفها الزهري غاضبة لأن فرقتها بأكملها قد أبيدت. بينما كانت نائمة، يخبر سيد الطائفة المقزز أتباعه بأن يذهبوا ويمسكوا بالإلهة الحرفية. نعم، حظا موفقا في ذلك يا رفاق. يحمسهم العجوز قائلا إنها ضعيفة، وهذان الأحمقان يصدقانه ويهجمان بالفعل. ترد الإمبراطورة بابتسامة متعجرفة قائلة بشكل أساسي إنها الزعيم الأخير الوحيد الذي يحتاجه هذا العالم. تبدأ فرقة الأوغاد في تسلق الكروم الشائكة، لأن هذا التصرف آمن وذكي تماما. تقرر الإمبراطورة أنها سئمت من البشر وتستعد لحذفهم بإشارة من إصبعها. تشتت الأزهار المتوهجة الجميلة انتباه الأوغاد فينسون تماما مع من يتعاملون. إحدى الأزهار تلتصق بوجه هذا الرجل، وهو على وشك أن يتعلم ما تعنيه قوة الزهور حقا، وها هما يتحولان إلى سماد بشري بواسطة أزهار متفجرة. يا لها من نهاية مروعة. تبدو الإمبراطورة خائبة الأمل من هجومها، وتتساءل عما إذا كانت قد فقدت مهارتها بعد قيلولتها التي دامت 10,000 عام. سيد الطائفة المقزز يتصبب عرقا مدركا أخيرا أنه بدأ قتالا مع مدير السيرفر. يحاول الهرب من هناك، لكن إمبراطورة الشياطين تجهز بالفعل لضربتها التالية. العجوز مذعور تماما، وهو يعلم أنه على وشك أن يتحول إلى رذاذ أحمر ناعم، لكن هجومها يتلاشى في سحب وردية غير مؤذية، واليانديري مصدومة لأنه لا يزال واقفا. تعترف إمبراطورة الشياطين بأن تحكمها في قوتها سيء للغاية بعد قيلولتها الطويلة، وتحاول التركيز. تطلق شعاع حذف شخصية بكامل قوته، لذا هذه المرة لا بد أن ينجح، أليس كذلك؟ ويتحول الهجوم إلى المزيد من الدخان الوردي، تاركا سيد الطائفة سالما تماما ومحتارا جدا. يدرك العجوز أن طاقتها قد نفدت، ويبدأ بالضحك بشدة على هجماتها الفاشلة. يصبح مغرورا ويستدعي سيفه البنفسجي العملاق مستعدا لمعاقبتها على الخدعة. وتتلقى إمبراطورة الشياطين ضربة قاضية. لتتعلم بالطريقة الصعبة أنه عليك أن تقوم بتمارين الإحماء بعد قيلولة طويلة. سيد الطائفة المقزز يبدأ بالتحرش بها، محاولا امتصاص إمبراطورة الشياطين ليرفع مستواه بسرعة، وهو يخطط بالفعل لخطاب النصر، بينما هي لا تصدق أنها تهزم على يد بشري. بطلنا تيان يون يشاهد أمله الوحيد وهو يتحول إلى مخفوق بروتين. من على الهامش يشتكي للنظام من أن حزمة البداية الخاصة به سيئة، فيرد عليه النظام هل حاولت تشغيله؟ يدرك صاحبنا أنه يجب عليه الركض مباشرة إلى معركة الزعيم الأخير لتفعيل الوايفو الجديدة. يندفع بهجوم أبطال الشونين الكامل، طالبا من الإمبراطورة أن تمسك بيده. كاد سيد الطائفة أن يحذفه لأنه قاطع، ومن الواضح أنه غاضب لأن عملية زيادة قوته قد توقفت. العجوز مصدوم لأن بطلنا لا يزال حيا، ويقرر التعامل مع هذه الحشرة بنفسه. إمبراطورة الشياطين تعيش أزمة كاملة، معتقدة أنه مجرد بشري آخر يحاول التحرش بها، ثم تشم تلك الرائحة التي تشبه نعناع القطط الفاخر، ويبدأ جسدها في التحرك من تلقاء نفسه. إمبراطورة الشياطين تقاوم غرائزها، محاولة ألا تمسك بيد الرجل الذي تفوح منه رائحة وجبة 5 نجوم. بطلنا تيان يون ينجح في مصافحتها، مفعلا رسميا الوايفو النباتية الجديدة. يؤكد النظام أن الاتصال فعال، وإمبراطورة الشياطين تبدو وكأنها تلقت أول إطراء في حياتها. سيد الطائف المقزز مذهول تماما من طفرة القوة، متسائلا ما الذي حدث بحق الجحيم. النظام يطلق التحديث أخيرا، ويحصل بطلنا تيانيون على أول موهبة مستيقظة له. يدرك صاحبنا أن الدانتيان الخاص به أصبح الآن قصيص الزهور، وإمبراطورة الشياطين هي نبتة المنزل الجديدة. إمبراطورة الشياطين في حالة من الذعر، بينما تستنزف قوتها، وهي ليست من محبي هذا الوضع الجديد. يؤكد النظام أنه يستنزف الإمبراطورة لتقوية بطلنا.
سيد الطائفة يدخل في وضع الغضب الكامل لاستعادة جائزته، وبطلنا يصرخ طالبا المساعدة من النظام. حل النظام هو اندماج نباتي بشري محولا بطلنا إلى جندام. هيئة الجندام الجديدة لبطلنا تطلق شعاع سيف هائل يشق المشهد الطبيعي. الهجوم يدمر بوابة الطائفة الأمامية بالكامل. يا له من عودة مهيبة. سيد الطائفة المقزز يندفع للخلف، مدركا أخيرا أنه ربما قد أفسد الأمر. يحصل بطلنا على بدلة باور رينجر كاملة ويشتكي فورا من الاسم. الأولويات يا رجل. نفس الأوغاد الذين ضربوه يختبئون الآن متسائلين كيف حصل الفتى عديم الفائدة على هذه القوة. يقف صاحبنا هناك ببساطة يستوعب الدرع الجديد بينما يبدو قويا للغاية، وهو ينتقد هجومه بالفعل، معترفا بأنه أخطأ الهدف لأن تحكمه لا يزال سيئا. يستعد بطلنا للجولة الثانية مصمما على إصابة العجوز بالفعل. هذه المرة يبذل سيد الطائفة المقزز قصارى جهده مستدعيا سيفين لصد الهجوم القادم، ويتم التغلب عليه بالكامل. يصرخ وهو يتلقى الضربة من قوة بطلنا الجديدة. سيد الطائفة المقزز يلتقط أنفاسه بعد تلك الضربة. المدربة الصارمة. وينيو تواجه العجوز بسبب هرائه. وينيو تركل سيد الطائفة وتخبره تذوق طعم قدمي. سيد الطائفة المقزز يسعى دما، لا يزال متعطشا للقوة. اليانديري هيمياو في حيرة من أمرها مع ظهور شخصية مقنعة أخرى. الوافد الجديد يسخر من أسلوب قتال وينيو. الشخصية المقنعة تطلق قوتها كاشفة عن بنية جسدية مفتولة العضلات بشكل مدهش. الوافد الجديد وهيمياو يتبادلان نظرات حادة. الرجل المقنع يفعل تقنية سيف وتيانيون يصفه بالمنحرف. هيمياو تهاجم الوافد الجديد والتي أعجبت بسرعتها. بطلنا تيان يوان يواجه المنحرف المقنع بحجة أفضلية النوع، وكأنها معركة بوكيمون، لكن هجوم الرجل المقنع يتم صده. وبطلنا تيان يوان متفاجئ حقا أن الأمر قد نجح، والمنحرف المقنع يقول ببساطة يا للأسف، ويطلق هجوما دوارا نحوه مباشرة، فتتحطم خوذة بطلنا على الفور، كاشفة أنه مصدوم مثلنا تماما. ويبدأ الرجل المقنع في إعطائه محاضرة عن كيف أن الخبرة تتغلب على أكواد الغش، واصفا إياه بالمبتدئ. بينما تعيش إمبراطورة الشياطين أزمة بعد أن أدركت أن قوتها تضيع على شخص ليس لديه أي نقاط مهارة، وفجأة تبدأ إمبراطورة الشياطين بالتوهج لتحصل على تعزيز قوة عشوائي لم تطلبه حتى. في حين يسحب بطلنا تيان يوان ورقة. لقد كتبت روايات عن هذا مستعدا لإثبات خطئه، ويصد الهجوم ويرد عليه بأكثر رد مريب عن سيفه كونه أطول وأصلب. وإمبراطورة الشياطين تفقد صوابها تماما وتصرخ عليهما أن يتوقفان عن المغازلة ويقاتلا بجدية. ويبدأ المنحرف المقنع في إعطاء بطلنا درسا عن أساسيات الطاقة الروحية وكأنه في مرحلة تعليمية. ثم يستدعي بطلنا تيان يوان زهرة عملاقة مستعدا ليري هذا الرجل كيف تبدو الحركة القاضية الحقيقية، فيطير المنحرف المقنع في الهواء بسبب هجوم الموت تحت الزهرة. يا لها من قوة أزهار. بينما إمبراطورة الشياطين مستمتعة بالوضع وتستعرض النبتة ذات المستوى الإلهي التي تغذي هذا القتال، وبطلنا يحمل قنابل زهرية حرفيا، مستعرضا أن سيطرته على الطاقة أصبحت الآن أفضل من المحاربين القدامى. فيتم قصف المنحرف المقنع بأزهار متفجرة، وهو مصدوم تماما من أن هذا المبتدئ يجلده، وتنفجر المنطقة بأكملها في انفجار ضخم بطابع الأزهار. واليانديري تشاهد العرض فحسب. ثم تبدأ اليانديري بالهلع عندما تدرك أن حبيبها الغني يخسر وأن خطتها بأكملها تتبخر. بينما سيد الطائفة المقزز على الأرض يتوسل من أجل حياته، محاولا استخدام ورقة رابطة السيد والتلاميذ. ويعرض الرجل العجوز اليانديري كقربان لإنقاذ مؤخرته، فلا يوجد أي ولاء في هذه الطائفة. يخبر بطلنا تيان يوان الرجل العجوز أنه سيعفو عنه، وهذا المهرج يصدقه بالفعل.
فيقوم سيد الطائفة المقزز على الفور بالتضحية باليانديري تحت قدميه، ويخبر بطلنا أن يقتلها هي بدلا منه، فتحاول اليانديري هي مياو الهرب على الفور مدركة أنها التالية في الطابور، لكن سيد الطائفة المقزز يقتل صديقته اليانديري بكل بساطة ويقول لها أن تضحي من أجل الفريق، وإمبراطورة الشياطين تشاهد العرض وتقول لبطلنا: لقد أخبرتك بشأن البشر، وتظهر على وجهها نظرة أوه، هل ظننت أنه انتهى؟ عالمة بما سيحدث تاليا. وفي الوقت المناسب تماما تبدأ مجموعة من أشعة الليزر الزهرية الوردية في الانطلاق من العدم، وتخترق أشعة الأزهار كلا من سيد الطائفة واليانديري في قتلة مزدوجة وحشية. ويدرك الرجل العجوز أخيرا أن بطلنا قد لعب به كما يشاء قبل أن يموت مباشرة، ويوجه له بطلنا الضربة القاضية. بجملة، لقد قرأت السيناريو مستعرضا معرفته كبطل إيسيكاي، ثم يتلقى تيان يوان شعاع تعزيز قوة ويبدو متفاجئا بعض الشيء. هل هذه لحظته أخيرا؟ فتتفتح زهرة وردية عملاقة. حسنا، هذا مبالغ فيه بعض الشيء حتى بالنسبة لهذا العالم. وتظهر إمبراطورة الشياطين في هوا بظهور مهيب، وتريد من تيان يوان أن يقبل أصابع قدميها. يا للمنحرفة! ويمد تيان يوان يده وكأنه على وشك قبول عرضها. يا رجل، ماذا تفعل؟ فتركل في هوا تيان يوان في وجهه، يبدو أنها لم تكن مهتمة بتقبيل الأصابع بعد كل شيء. تمسك في هوا بتيان يوان وهي على وشك أن تعضه. لقد أصبح الأمر غريبا بسرعة، وترتبك في هوا بعد أن تذوقته. هل هذا حب أم مجرد جوع يتم سحب تيان يوان في قبلة؟ يا رجل، لقد تم سحلك للتو. والآن هذا تقبل في هوى تيان يوان وهو مذعور بشأن قبلته الأولى. مسكين، يصرخ تيان يوان داخليا بينما تسرق قبلته الأولى. يا له من يوم صعب لبطلنا. فإمبراطورة الشياطين تستخدم بطلنا كبنك طاقة متنقل، وهو لا يستمتع بالخدمة أبدا. فوجه صديقنا يعصر مثل كرة التوتر بينما تحصل هي على جرعتها اليومية من طاقته، وتعود مباشرة للجولة الثانية وتخبره ألا يهرب من مصيره كشاحن على هيئة إنسان. وأخيرا يلتقط بطلنا أنفاسه بينما تتصرف هي وكأنها أنهت للتو وجبة من 5 أطباق والآن تلومه وتهدده بجلده بعد أن كانت هي من اعتدت عليه. وأخيرا يواجهها تيان يوان بهرائها، مذكرا إياها من هو المنحرف الحقيقي هنا، ويشتكي من قبلته الأولى فترد عليه بمنطق: لقد كانت قبلتي الأولى أيضا، لذا نحن متعادلان. لكن بطلنا لا يصدق أن شيطانة عمرها 10,000 عام ما زالت في قبلتها الأولى. تنهار إمبراطورة الشياطين تماما عندما يفضحها بأنها عذراء وتحاول استخدام ورقة أنا إمبراطورة عظيمة لتحفظ ماء وجهها وتزيد من قوتها لتبدو قوية. وتهدد الإمبراطورة بإسكات بطلنا إلى الأبد، وهو يحاول فقط تهدئتها من غضبها. وفجأة تدرك أن قوتها تعود أسرع بكثير مما ينبغي، وهي مصدومة حقا. فيرى بطلنا تيان يوان فرصته للهرب بينما هي مشتتة، لكنها تربط الخيوط ببعضها بالفعل. وتعترف الإمبراطورة أن بطلنا إغراء يمشي على قدمين، وجسدها يريد فقط أن يستنزفه بالكامل، وتقرر الاحتفاظ به كبنك طاقة شخصي في الوقت الحالي، وترسل على الفور كروما للقبض عليه. يتم خطف بطلنا ويحاول استخدام ورقة أنا سيدك، وهو ما لا ينجح بوضوح، فتبدأ في امتصاصه مثل علبة عصير. وصديقنا يصرخ بينما هي تطلب المزيد، وتتحول إمبراطورة الشياطين إلى ساكوبيس بالكامل وتلعق الطاقة منه حرفيا، وهي تشتكي أن هذا لا يكفي، ويتوسل إليها بطلنا تيان يوان ألا تعضه، وهو خائف تماما من نقل الطاقة العملي هذا. فهي عمليا تتحرش به من أجل المزيد من القوة، وبطلنا يحاول النجاة فقط من أعنف عناق في العالم. فروح بطلنا تغادر جسده حرفيا بينما الإمبراطورة
تسخر منه لكونه علبة عصير فارغة، وأخيرا تتركه معترفة بأنها تحتاج بنك طاقتها حيا، وتغضب عندما ينعتها بالوحش. وفي هذه الأثناء في الطائفة تنفتح بوابة بنفسجية عملاقة معلنة وصول المزيد من الشخصيات الضعيفة، ويظهر تابع جديد يدعى شين شانغ يبحث عن سيده، غير مدرك تماما أنه أصبح الآن سمادا، وتلمح إمبراطورة الشياطين القادمين الجدد وتستهدفهم على الفور، وكأنهم إعلانات منبثقة مزعجة. ويحاول بطلنا تيان يوان لعب دور البطل ويطلب منها ألا تقتل التلاميذ الأبرياء، لكن الإمبراطورة لا تهتم بإنقاذ الشخصيات غير القابلة للعب، وتصفعه ببساطة لوقوفه في طريقها، وتتحول إلى سفاحة متجولة مهددة بمحو الرجال الجدد إذا لم يغربوا عن وجهها على الفور. تطلق الإمبراطورة طلقة تحذيرية تبدو وكأنها قادرة على تسوية مدينة بالأرض، والأتباع مرعوبون، وهي غاضبة لأن هجومها أخطأ الهدف، وتلوم بطلنا على الفور لإفساد تصويبها. ويحاول بطلنا تيان يوان استخدام ورقة أنا سيدك بينما هو أسير لقدرته الخاصة حرفيا، وهو يتعرض للخنق، لكنه لا يزال يحاول إنقاذ نفس الرجال الذين على وشك التهجم عليه. وتجد إمبراطورة الشياطين عقدة البطل لديه مضحكة للغاية، واصفة جميع البشر بأنهم أكياس قمامة ناكرة للجميل وفي الوقت المناسب تماما. التابع الذي حاول إنقاذه للتو يقف فوقه الآن ويخطط لقتله من أجل ترقية، ويبدأ هذا المهرج الجديد في الدوس على رأس بطلنا، بينما يدعي أن إمبراطورة الشياطين هي زوجته الاستعراضية المستقبلية، فيبصق بطلنا دما وهو يدافع عن شرفها. وتبدو الإمبراطورة مصدومة حقا للحظة وجيزة، ويستعد قائد الأتباع للضربة القاضية، لكن بطلنا منغمس بالفعل في حواره الداخلي يخطط للعودة، ويوجه له تيان يوان ليزرا مفاجئا من صدره، قاذفا قائد الأتباع عبر ساحة المعركة. ويحاول قائد الأتباع التظاهر بالهدوء متصرفا وكأن شعاع الصدر كان مجرد نسمة هواء خفيفة ليحفظ ماء وجهه. فيرد عليه بطلنا بجملة أنت ميت بالفعل الكلاسيكية، سائلا إياه إن كان يشعر بالنزيف الداخلي بعد. ويبدو أن حركة قائد الأتباع القاضية هي تبليل سرواله على الملأ، ويوضح بطلنا أن حركته الجديدة هي في الأساس ملين روحي، ويبدو فخورا جدا بها، ويغضب قائد الأتباع لأن مثانته مقفولة، لكنه لا يزال يعتقد أنه يستطيع الفوز في هذا القتال. ولا يزال هذا المهرج يلقي مونولوجا عن ترقيته، بينما بطلنا على وشك أن يجلده جلدا مبرحا. وتشاهد إمبراطورة الشياطين هذا القتال وكأنه إعادة مملة غير معجبة على الإطلاق بحركاتهم المكررة. وتعاني الإمبراطورة من خطأ في النظام، متسائلة كيف يستخدم هذا البشري قوتها الشيطانية. تقرر الإمبراطورة أن تقرض بطلنا بطاقتها الائتمانية وتخبره ألا يخيب ظنها بالمقابل، فيحصل بطلنا على تعزيز القوة ويتجه فورا لتوجيه ضربة قاضية من مرة واحدة. وعندما يرى فرصته يدرك بطلنا أن تعزيز القوة الذي حصل عليه يبدو مريبا بعض الشيء، مثل فترة تجريبية مجانية برسوم خفية، وتتجلى قوة الإمبراطورة على شكل صفعة قواد عملاقة على وشك أن ترسل هذا التابع إلى عالم الظل. قائد الأتباع على وشك أن يتلقى صفعة قواد ستعيده إلى الأسبوع القادم بيد وردية عملاقة متوهجة. وصديقنا قد نحتل التو نصبا تذكاريا تكلم وانضرب بصفعة واحدة طير النصب التذكاري للجبل اللعين، وباقي الأتباع على طول بدأوا يتذللون، وبطلنا ببساطة حل الطائفة كلها في الحال. بطلنا مصدوم ومخه وقف وهو بيقول يا إلهي كنت على وشك أقتل واحد. وأخيرا استوعب أن تطوير قوة الإمبراطورة ما فيه رحمة أبدا. تيانيوان حاول يتصرف كأنه هو المسؤول، لكن إمبراطورة الشياطين بكل بساطة قالت له يخرس وهي تفكر. الإمبراطورة مخها ضرب فيوز كأنها تسوي إعادة تشغيل للنظام، وهي تحاول تستوعب كيف هذا المبتدئ قاعد يطور قوتها الشيطانية. بدأت تستوعب أن قوتها الشيطانية الخام مع الإبداع البشري عبارة عن كود غش جبار عمرها ما فكرت فيه.
الإمبراطورة تشعر بندم شديد وهي تدرك أنها لو امتلكت هذا التناغم قبل 10,000 سنة لكانت قد فازت بالحرب اللعينة بأكملها. والآن نعود إلى البستنة مع لقطة درامية للمجرفة لتذكيرنا بوظيفته الحقيقية. بطلنا يعود لكونه بستانيا ويسأل النظام عن طريقة للخروج من حياته الجديدة كبنك طاقة بشري. يؤكد النظام أن المدربة العسكرية وين حالتها ليست على ما يرام الآن، ثم يصدمه النظام بالخبر بأن أمامها أسبوع واحد فقط قبل أن تتحول إلى سماد للنباتات. يتذكر بطلنا وين يو في الغالب لأنها كانت تجلده، معترفا بأن علاقتهما كانت سامة نوعا ما. وأخيرا يدرك أن المدربة العسكرية كانت مجرد تسوندري أسيء فهمها. أنقذت حياته التي لا قيمة لها. تيانيوان يعيش لحظة شونين كاملة أخيرا. مقترن الفتاة التي ركلت سيد طائفة من أجله يشعر بطلنا بأنه عديم الفائدة، ويتساءل كيف بحق الجحيم من المفترض أن ينقذ فتاته المفضلة الجديدة. يتذكر أن هذا ACK وعلى الفور. يسأل نظام الغش الخاص به عن علاج سحري لكل شيء. صاحبنا يطلب من النظام أن يبحث في جوجل عن كيفية إنقاذ وايفو تحتضر، ويبدأ البحث بالفعل. يجد النظام 15 حلا ممكنا، وبطلنا متحمس جدا أن أكواد الغش النباتية الخاصة به تعمل، والنتيجة الأولى هي فطر زومبي تستخدمه طائفة الجثث. نعم، هذا يبدو آمنا تماما. الخيار الثاني للنظام هو نبات يتحكم في جثة حرفيا كالدمية. نعم، لا شكرا لهذا الخيار. الخيار الثالث هو مجرد تلاعب بالعقول يجعلك تظن أنها على قيد الحياة بينما هي ليست كذلك. يا له من نظام مستفز. بطلنا يفقد صوابه بسبب هذه الحلول السيئة، والنظام يقول له ببساطة اهدأ يا صاح. أخيرا يتجاوز خيارات الزومبي والوهم آملا في شيء ليس مجنونا تماما، وها هو ذا جذر اللوتس الخالد الذي يحولها إلى روح نباتية. إنه أفضل خيار في وضع سيء. يدرك بطلنا أن هذا يعني أن المدربة العسكرية لن تكون بشرية بعد الآن، وهذه مشكلة كبيرة جدا. لكنه يدخل في وضع البطل الكامل مقررا أن كونها غير بشرية أفضل من الموت، ويطلب من النظام أن يرسل له الموقع. والنظام يصدمه برسالة خطأ خدمة تحديد المواقع غير متوفرة. هذا الشيء مجرد بوكيدكس مطور. بطلنا يغضب ويكسر الواجهة ويصرخ في وجه نظام الغش عديم الفائدة. يظهر النظام رسالة لكن انتظر، هناك المزيد، ويخبره أنه يعرف شخصا يمكنه العثور على النبات له. يتبين أن شخص النظام هذا هو سيدة شياطين جديدة ذات شعر وردي، وهي بالفعل تستعرض ما لديها. تبدو غير منبهرة على الإطلاق بوجودها هنا، ربما لأن ملابسها لا تحتوي على أي جيوب أو أي استخدام عملي. سيدة الشياطين الجديدة هذه غاضبة، وتتساءل كيف لهذه الطائفة النائية أن تخزن كل هذه الغنائم الجيدة. وفي الوقت المناسب تماما تسمع الصوت الجميل لأتباع ضعفاء وهم يسحقون تماما. أتباع الطائفة المتبقون يتم سحقهم بواسطة حديقة بطلنا، ويتعلمون بالطريقة الصعبة ألا يلمسوا نباتاته. سيدة الشياطين الجديدة هي في الأساس مدربة بوكيمون، تأمر جيشها النباتي الجديد باستخدام التهام، وهي معجبة بالنباتات بينما تأكل الناس وتثني على البستاني الذي رباها. يا للسخرية، تتعرف على الفور على صوت البستاني وهي منزعجة بالفعل. هذا سيكون ممتعا. وإنه بطلنا تيانيوان يصرخ في وجه نباتاته الواعية كأنها كلاب سيئة التصرف. يهبط بطلنا في وسط المذبحة متسائلا متى تحولت حديقة الأعشاب الخاصة به إلى حديقة ديناصورات. بطلنا يطلب حرفيا من نباتاته آكلة البشر أن تبصق الأتباع كما لو كانوا جراء مشاغبين. سيدة الشياطين الجديدة ذات الشعر الوردي منبهرة، وتدرك أن بطلنا هو الشخص الآخر الوحيد الذي يمكنه التحكم في النباتات. مثلها بطلنا تيانيوان يلقي عليها خطاب إنها قوة الصداقة، مستعرضا مهاراته كهامس للنباتات. نباته أجياو يبدأ في التودد إلى ساقه أكثر من اللازم. وسيدة الشياطين الجديدة تشعر بالاشمئزاز لأن أطلق عليهم أسماء تتهم بأنه رقيق القلب، وتقول إنه كان يجب أن يترك النباتات.
تحول اللصوص إلى سماد، يتم أسر الأتباع على الفور بواسطة نباتاتها ويبدأون في التوسل إلى بطلنا لإنقاذهم. مرة أخرى يلومون زعيمهم الميت، ونحصل على لقطة جميلة لزعيمهم الميت الذي تحول إلى فزاعة ذات مظهر احتفالي. بطلنا يخبر الأتباع ببساطة أنه انتهى من لعب دور البطل ولا يهتم إذا عاشوا أو ماتوا. ينتقل على الفور إلى سيدة الشياطين الجديدة ويسألها إذا كانت تعرف مكان العثور على جذر اللوتس السحري هذا. تبتسم تلك الابتسامة الشريرة الكلاسيكية التي تقول يمكنني حل مشاكلك مقابل ثمن، وأنت تعرف أن هذا سيكلفه الكثير. بطلنا تيان يوان يتحول إلى بطل شونين كامل، مطالبا بموقع جذر اللوتس لإنقاذ أخته الكبرى في الطائفة. سيدة الشياطين الجديدة ذات الشعر الوردي تستعرض مكانتها كإلها للنباتات، لكنها تفاجئه بكلمة لكن الكلاسيكية تقترب من وجهه وتسأل لماذا بحق جحيم يجب أن تساعد مجرد بشري عشوائي. صاحبنا يعرض أن يكون بنك الطاقة الشخصي لها، وعلى الفور يصاب عقلها بصدمة من العرض. تصفه بأنه وقح وتصفعه بعيدا، لكن أحمرار وجهها يقول إنها معجبة به تماما. سيدة الشياطين الجديدة تأخذ الأتباع كرهاء وتطالب بحياتهم مقابل العلاج. بطلنا تيان يوان ليس سعيدا باضطراره للاختيار بين إنقاذ فتاته ومجموعة من الأتباع الضعفاء. يمر بأزمة ويدرك أن البطل الحقيقي كان سيقتل هؤلاء المهرجين بالفعل، لكنه أرقى من ذلك. يقرر تيان يوان التخلي عن مسار البطل الحاد الطباع ويأتي بخطة جديدة أقل دموية. يبدأ بالصراخ على الأتباع محاولا إخافتهم لإخضاعهم عن طريق ذكر اسم إمبراطورة الشياطين. بطلنا يبالغ في الأمر محاولا إخافة هؤلاء الأتباع ليعودوا إلى صوابهم. من خلال استعراض سمعة إمبراطورة الشياطين ينتقل على الفور إلى سيدة الشياطين الجديدة عارضا بناء جيش نباتي لها، وكأنه يقدم فكرة شركة ناشئة. صاحبنا يتحول إلى متحدث تحفيزي كامل، واعدا إياها بفيلق من النباتات القاتلة وهي تبدو في حيرة من أمرها. سيدة الشياطين الجديدة ليست معجبة بعرضه الترويجي، وعلى الفور تمسكه لمحاولته الاحتيال عليها، فينتقل إلى جعلها تشعر بالذنب مستخدما ورقة انظري إلى هذه النباتات المسكينة الحزينة، وهي تستسلم تماما معترفة بأن داتاته الوحشية الغريبة لطيفة نوعا ما، توافق على الصفقة. لكنها تضع الأتباع في مهمة رعاية النباتات مع تهديد بالقتل كحافز. الأتباع يبدأون فورا في التملق منادين بطلنا سيد الطائفة بعد أن أنقذهم للمرة الثالثة. يحاول تيان يوان أن يتصرف بهدوء متجاهلا أتباعه الجدد وكأنه كان قائدا طوال حياته. وبطلنا أصبح للتو سيد الطائفة الجديد عن طريق الخطأ. تحب أن ترى هذا التطور الرائع. بطلنا تيان يوان يحاول صرف كوبوني مطالبا بموقع جذر اللوتس السحري. سيدة الشياطين الجديدة توجه له تحذيرا كلاسيكيا: حظا سعيدا في عدم الموت في طريقك إلى هناك. وننتقل إلى تحالف النعيم الذي يبدو وكأنه وكر أشرار مثير مع زعيم أخير في الخلف. في هذه الأثناء بالعودة إلى الطائفة بدأ الأتباع بالفعل في إعادة التسمية تحت الإدارة الجديدة. الأتباع الجدد يتملقون بالفعل لسيد طائفتهم، وبطلنا يبدو مستاء تماما من الوضع. هذا الرجل يبالغ في المديح، بينما يحدق بطلنا فقط في اللافتة الجديدة التي وضعوها. بطلنا تيان يوان يشعر بالاشمئزاز داخليا لأنهم أطلقوا اسم الطائفة اللعينة كلها عليه، لكن صاحبنا يعترف على الفور بأن امتلاك طائفة كاملة من المتملقين هو في الواقع أمر رائع جدا. سيدة الشياطين الجديدة تسكته على الفور مستعرضة أن عدد متابعيها كان أعلى بكثير في الماضي، والأتباع يبدأون على الفور بمناداتها زوجة السيد، مما يتسبب في انهيار كامل لنظام سيدة الشياطين. سيدة الشياطين الجديدة تدخل في وضع التسندر الكامل وتشتعل حرفيا، لأن بعض الأتباع نادوها زوجتي
تحاول التظاهر بأنها غير مهتمة، ولكن أحمرار وجهها يروي قصة مختلفة تماما. وبطلنا تيانيوان يشاهد هذا الانهيار ويدرك أنه قد يكون لديه ميل للنساء الغاضبات العنيفات. تتهمه على الفور بتعليق الأتباع وتبدأ في قرص وجهه مثل جدة غاضبة. يحاول بطلنا العودة إلى المهمة، لكنها لا تزال تستعرض عليه قبل أن تكشف عن المعلومات. وها نحن نبدأ بسرد القصة بدءا من الكلاسيكية. قبل عدة مئات من آلاف السنين يتضح أن إمبراطورا بشريا بدأ حربا كاملة يصطاد شعبها من أرواح النباتات لجمع نقاط الخبرة. نحصل على لمحة من الماضي لأيام مجدها، وهي تقود جيشا كاملا من المحاربين النباتيين الأقوياء. كان الصاقلون البشريون بشكل أساسي يصطادون شعبها ويحولونهم إلى جرعات لزيادة القوة. وهكذا بنيت طوائف الصقل على عظام وجذور عرقها بأكمله. يا إلهي، تشرح سيدة الشياطين الجديدة أن جذر اللوتس موجود في طائفة النعيم، وهي في الأساس طائفة من الأشرار المنحرفين. بطلنا تيانيوان يسألها: هل أنت متأكدة أنهم لم ينقرضوا؟ محاولا أن يكون الذكي تصفهم بأنهم مجموعة من المنحرفين، وتحذر بطلنا بأنه سيسحق على الفور إذا ذهب بمفرده. تحاول سيدة الشياطين الجديدة المماطلة مرتبكة تماما بشأن حاجتها لاستعادة قوتها معه. بطلنا تيانيوان يدخل في وضع الهلع الكامل، مذكرا إياها بأن أخته الكبرى تحتضر وأنها وعدت بالمساعدة وعلى الفور تلكمه، لأنه لمسها محولة رأسه إلى صخرة لعينه. هذه هي أبجديات التسوندري، ثم تفرض قوانينها. بتقول إنه ما يقدر يلمسها إلا عشان يستعيد قوته، وصاحبنا يوافق براسه الحجري وهي ترجع لوضع الزعيمة. تأمره يتبعها وهو على طول يتحول لولد مطيع. صاحبنا يطلب من طائفته الجديدة خاتم تخزين عشان يقدر ياخذ جثة الرقيب معاه في الرحلة. واحد من الأتباع على طول يتملق له ويعرض عليه يوديه لطائفة الموتى، لكنز سيد الطائفة السري. صاحبنا تيان يوان متحمس ينهب كنز سيد الطائفة الميت ويعيش أحلامه من روايات الإيسيكاي. السيدة الشيطانية الجديدة قاعدة تخطط تستغله وتسميه دمية ساذجة تقدر تتحكم فيها، ورجعنا لنفس الموال عندها أجندتها الخاصة. قاعدة تدور على شخص عشان تبدأ حرب سماوية ملعونة ثانية. صاحبنا يلقى حبة دواء أسطورية وعلى طول ينهبل لأن شكلها نفس اللي في رواياته الإلكترونية. يسأل نظامه إذا يقدر يستخدم الغنائم، والنظام يرد عليه بخطأ الأجهزة غير متوافقة، فبكل بساطة يرمي القطعة الأثرية ثمينة لواحد من أتباعه الجدد كأنها خردة. صاحبنا يسوي نفسه أقوى من أنه يحتاج أغراض تافهة زي هذه، والأتباع مصدقين السالفة. الأتباع بدوا يألفون قصصهم الخاصة عنه ومقتنعين أن عنده سيد سري في راسه. طائفته الجديدة مقتنعة تماما أنه إله متخفي يقدر يروض أباطرة الشياطين. تيان يوان مستمتع بالمدح المجاني، لكنه عارف أنه ما يقدر يستمر بالخداع وهو سيد طائفة. صاحبنا تيان يوان يدخل في جو التشونيبو ويقول لأتباعه الجدد إنه خلاص ما راح يخبي قوته الحقيقية. يرمي عليهم قصة أنا إله متجسد، وبصراحة هم أغبياء لدرجة أنهم يصدقونه. صاحبنا يهددهم أنه بيحولهم لسماد لو خالفوا أوامره. حركة أشرار كلاسيكية، الأتباع مرعوبين وميتين من الخوف ومصدقين تماما خدعة. أنا أصلا لعنتكم. يستخدم أسلوب العصا والجزرة كلاسيكي ويرشي طائفته الجديدة بالغنائم اللي سرقها للتو من زعيمهم الميت. وطبعا الأتباع راكعين على ركبهم ويبكون وكسب ولائهم بالأشياء المجانية. صاحبنا يرقي ولد عشوائي ليكون نائبه ويعطيه جهاز نداء على شكل زهرة للطوارئ، ويتضح أن النائب الجديد بنت متنكرة وتعتقد أن صاحبنا منحرف. صاحبنا يلاحظ أن اسمها يشبه اسم بنت، وهي على طول ترتبك وخايفة أن غطائها انكشف. هو بس يتجاهل الموضوع ويخليها مسؤولة على أي حال، ويترك طائفته الجديدة في يد فخ. البنت المتنكرة بدأت تعرق من الضغط والأتباع بدأوا يتملقون لها. صاحبنا تيان يوان مستعد يستغل سلطته الجديدة وينهب الخزنة كلها لنفسه.
يخرج خاتم تخزين سيد الطائف الميت ومستعد يلقى غنائم من الدرجة الأسطورية. صاحبنا يلقى سيف الرجل العجوز الشخصي وعلى طول يستولي عليه كأنه غنيمة نادرة. يحاول يشحن سلاحه الخارق الجديد بالطاقة، وأخيرا يعيش لحظة بطل الشونين الخاصة فيه، والسيف الأسطوري يتحول فجأة إلى فأس ذهبي. هذه رسالة من الكون تقوله الزم حدودك. النظام يشرح أن السيف الواعي جهز نفسه تلقائيا بأفضل سلاح لمزارع. هذه إهانة. الفأس الذهبي على طول يبدأ يصفعه على وجهه بسبب وقاحته، يسميه فأس غبي، والنظام يترجم هذا إلى المجرفة الذهبية الغاضبة. صاحبنا يعيش أزمة حقيقية ويدرك أنه لازم ينقذ فتاته بأداة زراعية معصبة. وننتقل للآرك التالي اللي طبعا أحداثه تدور في صحراء عادية ومملة. في هذه الأثناء حوت سماوي عشوائي قاعد يتحطم ويتعارك مع طائفة ثانية كاملة. شكله مو مهم. صاحبنا والتسوندري الجديدة يتجولون على فأس الذهبي اللي صار سيف طائر الآن. تيان يوان بدأ يشتكي من الحر، وأم شعر وردي تعطيه نظرة. هل تشكك في كلامي؟ صاحبنا يعيش أزمة ويدرك أن معرفته من الروايات الإلكترونية ما راح تنفعه في العالم الحقيقي. والنظام يعلن إن وقود فأسهم الطائر نفد وهم على وشك التحطم. ممتاز. يصرخ على النظام بسبب التحذير المتأخر، والنظام يرد ببساطة: أنت لم تسأل. هذا النظام متصيد، وها هم يهبطون هبوطا غير مجدول مباشرة في واحة عشوائية. صاحبنا منبهر إنه نجا من التحطم وينسب الفضل لحظه كشخصية رئيسية، وحظه العظيم كان الهبوط بوجهه مباشرة على صدر التسوندري وهي عارية. هبوط أنمي كلاسيكي. التسوندري تصفع رأس صاحبنا الحجري لأنه استمتع بالهبوط الاضطراري أكثر من اللازم. يلوم الفأس الذهبي لأنه يستهلك وقود كثير، وهي تذكره أن وقودها هو اللي يحركه. هي لا تزال معصبة من سالفة السقوط على الوجه، وهو بس يحاول يخليها توقف عن قرص وجهه اللعين. وطبعا شخص عشوائي على جرف يظهر عشان يحكم على شجارهم العائلي العلني. هذا النكر الجديد يشحن طاقته ومستعد ينفذ العدالة عليهم لكونهم وقحين في وضح النهار. يضربهم بهجوم رمال متحركة معتقدا أنه سجل فوزا سهلا ضد الثنائي المنحرف. الرجل يحتفل بانتصاره غافل تماما عن قشة التنفس الكرتونية البارزة من الرمال. وفي الوقت المناسب تماما مجموعة من أغصان الزهور تنفجر من الرمال لتمسك بهذا المهرج المغرور. صاحبنا يستخدم وحش الجنسنج، يصرخ عشان يضرب محارب الصحراء ضربا مبرحا. تيان يوان ينفض الغبار عن نفسه كأن شيئا لم يكن، بينما شعر وردي تطفو هناك بنظرة متعجرفة. محارب الصحراء مربوط بالكامل ولا يزال يتكلم بكلام فاضي كأنه لم يهزم تماما. صاحبنا تيان يوان يطالب بإجابات، بينما رجل الرمال يدرك إنه بدأ قتالا مع الأشخاص الخطأ. هذا المهرج يبدأ يعرق بغزارة ويحاول يفكر في كذبة ما تخليه يتحول لعصير. يستخدم أقدم خدعة في الكتاب ويرمي الرمل في وجه صاحبنا وهو يناديهم بالأشرار. شعر وردي تلاحظ على الفور أن اللص الصغير سرق للتو فأسهم الذهبي الطائر. رجل الرمال مصدوم لأنه أنمسك متلبسا مع مخطط متوهج للمسروقات على ظهره، يتباهى بحركة هروبه ويغوص في الرمال مثل السنجاب اللعين. هذا العبقري يعتقد أنه نجا بغنيمته الجديدة رمز النعيم، اللي هو بالتأكيد غرض القصة اللي يحتاجونه. شعر وردي بكل بساطة تسحبه من تحت الأرض بغصن، منظر تحب تشوفه. رجل الرمال يبدأ بالصراخ عليها فورا، لا يزال مقتنعا بأنه هو الطيب في هذا الموقف. رجل الرمال يقذف بقوة على الحائط لأنه تكلم بكلام فاضي كثير. صاحبنا يتم جره في كل مكان في مخبأه، ولا يزال يحاول يتصرف بقوة وهو يأكل التراب. لقد تبعوا هذا المهرج إلى قريته السرية تحت الأرض، وهو مصدوم لأنهم وجدوا كهفه. صاحبنا تيان يوان يواجهه، ورجل الرمال يقف هناك مثل فأر محاصر في زاوية. هذا العبقري يحاول خداعهم ببعض المفرقعات الرخيصة متظاهرا بأن لديه دعما. يطلق شعلة إشارة
مهددا إياهم بجيش بالتأكيد غير موجود. صاحبنا يصدق الخدعة على الفور، وأمشعر وردي تضطر لتذكيره بأنه غبي تماما. رجل الرمال لا يزال يلقي مونولوجا، مقتنعا تماما بأن سمعته في إخافة الأطفال ليلا تعمل وجيشه. يتضح أنه مجموعة من الأطفال من الحضانة المحلية، لقد تورط تماما. أم شعر وردي تربط على الفور فرقة الأطفال الأشقياء الذين ربما هم مرتبكون جدا. صاحبنا مستعد للقتال، لكن أم شعر وردي ملت من هذا العرض المهرج. فرقة الحضانة تبدأ بالصراخ محاولة حماية زعيمهم بقوة الصداقة. أحد الأطفال يبدأ مونولوجا عن المراجل البشرية، والآن أصبح الأمر برمته مظلما. تيان يواني يعاني من خطأ في النظام، ويدرك أخيرا أن هؤلاء الناس يعتقدون أنه نوع من تجار العبيد المنحرفين. رجل الرمال يتفقد الغنيمة أخيرا وهو في حيرة من أمره. لماذا سرق أداة زراعية لعينة؟ هذا المهرج يعترف بأنه هاجم فقط لأنه رآهم يتحسسون بعضهم بعد التحطم. أمشعر وردي على الفور تبدأ في إلقاء اللوم على صاحبنا بسبب سوء الفهم بينما يحاول رجل الرمال الاعتذار. صاحبنا تيان يوان يصبح قاسيا تماما ويبخه لمحاولته سرقتهم فقط لأنه ضعيف. رجل الرمال يبدأ بالتذلل ويستخدم ورقة قرية فقيرة للخروج من هذا المأزق. صاحبنا يرفض الرشوة متظاهرا بأنه أغنى من أن يهتم بخردهم، ورجل الرمال مصدوم. صاحبنا تيان يوان يستجوب رجل الرمال محاولا الحصول على القصة الكاملة عن تحالف النعيم هذا. رجل الرمال يشرح أن تحالف النعيم هو مدينة متنقلة كاملة على ظهر وحش عملاق. هؤلاء المهرجون من تحالف النعيم هم في الأساس قراصنة متنقلون يهاجمون القرى ويأخذون كل ممتلكاتهم، والأسوأ من ذلك أنهم يخطفون الناس لاستخدامهم كبطاريات بشرية ولا يرحمون حتى الأطفال. رجل الرمال يكشف أن أخته الصغيرة قد خطفت، ولهذا السبب هو مصمم على قتالهم. يشرح أنه كان يختبئ مع الناجين في انتظار فرصة لاستعادة أخته. صاحبنا يعيش أزمة ويدرك أنه قد أطلق عن غير قصد مهمة جانبية إجبارية لم يكن قد سجل لهذا. تيان يواني يجمع كل الخيوط مستعرضا عقله الكبير لكشفه خطة رجل الرمال بأكملها، وفي الوقت المناسب تماما يظهر أحد منحرفي تحالف النعيم بعد أن وجد مخبأهم السري. هذا المهرج الجديد أحضر مساعده ذو الحجم الزائد وهم مستعدون لإفساد حفلة الشفقة. صاحبنا تيان يوان غاضب لأن رجل الرمال سرق للتو مونولوج تضحيته البطولية. تحالف النعيم المنحرفين بدأوا يتباهوا بخطتهم الشريرة زي أشرار الكرتون الكلاسيكيين، ورجل الرمل فوراً قرر يلعب دور الضحية عشان يخدع بطلنا ويخليه يساعده، وجرى عليه وهو بيحاول يتصرف بيمبل ويطلب منه خدمة كأنهم رفقاء سلاح قدامه. الأخ ده دخل في مود الأبطال بالكامل وقالهم ينقذوا الأطفال وهو بيعمل وقفة أخيرة درامية بيهجم في مهمة انتحارية، وهو فاكر إن أداؤه اللي يستاهل الأوسكار هيخلي بطلنا يحس بالذنب وينقذه. منحرفين تحالف النعيم كانوا بيضحكوا بس وبينادوه بالنوب الضعيف اللي بيحب ياكل علقة. رجل الرمل كان صامت بالعافية وهو بيصد هجمات واضح إنها أقوى من مستواه بكتير، وفورا أتمسك وهو مستغرب ليه خطته العبقرية عشان يجيب دعم مش ماشية. بطلنا تيان يوان وقع في مرمى النيران واضطر يصد هجمة فقميصه اتقطع شرايح. منحرفين تحالف النعيم بدأوا يتصرفوا بشكل مقزز، ووصفوا السونداري الجديدة بأنها عينة ممتازة. المهرج الضخم حجز دوره في الفضلات. بينما رجل الرمل بيصرخ من بعيد، بطلنا تيان يوان مسك معصم المنحرف وقاله ده كان رد بسيط عشان حاولت تخليني أحس بالذنب. صاحبنا بيعترف إنه بيضعف قدام المواقف البطولية وإن تمثيلية رجل الرمل نجحت فعلا. المنحرفين مصدومين إنه فعلا بيحاول يلعب دور البطل عشان ينقذ الفتاة اللي في ورطة.
المهرجين دول بدأوا يتريقوا على معزقته الذهبية الطائرة، وبطلنا كان واقف في الهواء جاب آخره. تيان يوان شغل وضع عين الشيطان بالكامل، وهو متعصب إن الكومبارس دول بيستقلوا بشري. حاول يعمل حركة الاندماج تاني ونادى على فاي هو كأنه واحد من الباور رينجرز، وأم شعر وردي سحبت عليه وقالت له يخوض معاركه اللعينة بنفسه بقوتها الإضافية. المنحرفين كانوا فاطسين من الضحك وبيتريقوا عليه عشان بيعتمد على بنت في قوته. بطلنا تيان يوان قرر يستخدم الكومبارس دول كدمة تجارب لحركاته الجديدة المستوحاة من قصص المعجبين. منحرف تحالف النعيم هجم عليه، وهو مش دريان خالص إنه على وشك يكون أول ضحية لبطل رواية ويب. وبطلنا استخدم حركة اسمها اقتلاع جبل. بصراحة الاسم درامي زيادة. شعر وردي كانت بتتفرج من بعيد وهي مصدومة تماما إن هبله الطفولي ده شغال بجد. بدأت تدرك إن بطلنا بيفضي بطاريتها عشان يشغل حركاته الخارقة اللي مألفها. شعر وردي تعتبر نقطة واي فاي حية لهجماته، وهي مش مبسوطة خالص باستهلاك البيانات ده. بطلنا أنقذ رجل الرمل وبيستعرض إنه مجرد بشري، ودي أكبر كذبة سمعتها في حياتي. والمنحرفين الاثنين بقوا ديكور دائم على الحيطة أتمسح بهم الأرض من ضربة واحدة. صاحبنا طاير من الفرحة إن خيالات القوة اللي في روايات الويب بقت استراتيجية قتالية فعالة. شعر وردي فورا حاولت تجنده لمخططها للسيطرة على العالم، لكن بطلنا مش بتاع حياة التبعية دي. بطلنا تيان يوان شعر وردي بدأوا يتخانقوا زي المتجوزين وهم لسه يدوب متقابلين. رجل الرمل فاكر إنه قوتهم الإضافية دي تدريب مزدوج، وهما الاتنين بيصرخوا إن الموضوع مش كده خالص. شعر وردي دخلت في انهيار سنداري كامل، بتحاول تقنع نفسها إن أول بوسة دي ما تتحسبش. بطلنا بيحاول يغير الموضوع وبيقول لرجل الرمل يلم فرقة الحضانة بتاعته ويخلع. رجل الرمل شغل مخه زيادة عن اللزوم وأدرك إن بطلنا كمان بيخطط يقتحم حفلة تحالف النعيم. تيان وان حط شوية حدود وقال للراجل إنه مش هيسجل اسمه عشان يبقى فرقة الإنقاذ الشخصية بتاعته، والمهرج ده فوراً. حاول يرشيه بخريطة وصورة لأخته الكيوت جداً. رجل الرمل لزق فيه وقرب من مساحته الشخصية، وهو بيحاول يقنعه بفكرة التحالف اللي عمره ما طلبها. خطته الرئيسية هي إن بطلنا يستخدم حركة تفجير الجبل كمجرد طريق للهروب. بطلنا تيان يوان أخيرا شغل مخه وأشار إلى أن انفجار ضخم ممكن يجذب شوية أعداء. استراتيجية رجل الرمل العظيمة هي أنه يحول أريته لبيت فخاخ ضخم على طريقة فيلم وحدي في المنزل. المهرج ده عرض على بطلنا جسده كدفعة، وتيان يوان كان رده هفكر في الموضوع. بطلنا كان بيفكر في الغنايم أصلا، ومتجاهل تماما عرض الراجل الغريب ده. رجل الرمل اتخدع تماما، وهو فاكر إن بطلنا بطل نبيل مش مجرد جيمر متعطش للغنايم. ودلوقتي هو بيوصلهم عند الباب الأمامي زي الأب القلقان في أول يوم مدرسة. بطلنا شعر وردي لبسوا عبايات صحراوية شكلها غبي لمهمة التسلل بتاعتهم. شكلهم مش ملفت للنظر خالص. شعر وردي بدأت تشتكي من اللبس الجديد، ورجل الرمل بيديهم نصايح اللحظة الأخيرة. هي بتوقف بطلنا قبل ما يمشوا غالبا عشان تديله قوة إضافية أو تحذير. رجل الرمل حطرون بركة على ظهر بطلنا عشان تجيبيله الحظ. غالبا ده جهاز تتبع. قال لهم خطبة حمتكم الآلهة الكاملة، وانت عارف ان الراجل ده هيحتاج إنقاذ بعدين. رجل الرمل ندم على قراره فورا، وهو بيتمنى أبطالنا ما يدخلوش المكان الشرير ده، لكن بعدها افتكر ان أخواته في خطر، فرجع متحمس تاني للمهمة الانتحارية دي. وقفهم أقبح حارس في العالم وقالهم ان لبسهم مش خليع كفاية. بطلنا شعر وردي مذهولين ان عباياتهم الغبية دي تعتبر محتشمة في وكر المنحرفين ده. راجل تاني لابس قناع غريب بيشتكي إن في واحدة لابسة لبس محتشم أكتر منهم. الست المحتشمة لفت بنظرة متعجرفة ومستعدة تتصرف في الموقف ده بحرفنا، وطلعت شنب مزيف. تمام؟ ما عنديش أي فكرة إيه اللي بيحصل ده. لزقت الشنب وودعت إنها متحولة جنسياً، وسألت الحارس إذا كان شكلها الجديد عاجبه. الحارس دخلها فوراً وهي عدت وهي ماشية كأنها صاحبة المكان.
بطلنا ارتبك جدا من المنطق الخالي من العيوب ده لدرجة إنه تحول لحجر حرفيا، وهو بيشكك في سلامة عقل كل اللي حواليه. بطلنا تيان يوان بيحاول يقلد تقنية الحارس، وشكله هيجيله فتاك وهو بيعملها. نجح فيه عملها وبقى شكله زي بطل خارق من أبو ريالين، وسأل الحارس إذا كان دلوقتي روش كفاية عشان يدخل. الحارس اتريق على وقفته، بس خلاه يعدي عشان معاه كوبون الحبكة اللي سرقوه قبل كده. أم الشعر وردي بتتمتم لنفسها مذهولة تماما إن بطلنا يقدر ينسخ ويلصق القدرات زي كود غش بالضبط. الحارس أبو قناع غريب مد إيده على أم شعر وردي وطالبها توريه مهاراتها الخاصة عشان تدخل. أم شعر وردي بصت له بصة موت، وهددته إنها تقضي على مستقبله المهني تماما عشان لمسها. بطلنا جاله نوبة هلع وهو بيدرك إن مهمة التسلل بتاعتهم على وشك تتحول لخناقة عند الباب الأمامي. وطبعا الراجل أبو قناع عجبه الموضوع جدا، وقاعد يناديها يا ملكة، وريالته سالت حرفيا على تهديد القتل. الحارس استسلم فورا ودخلها، وبطلنا واقف مصدوم. إن تهديد القتل يعتبر تصريح دخول صالح هنا. الراجل أبو قناع حاول ياخد رقمها، وبطلنا علق وقال إن المنحرف ده وقع في دبادبها تماما، ودلوقتي إحنا في القاعة الداخلية لتحالف النعيم، وهناك شوية كومبارس جداد بيصرخوا عايزين رئيستهم. عصابة السيدة الجديدة دي متعصبة، تابعها المفضل لسه ميت، وده بيأكد عدد قتلى بطلنا. راجل عجوز بدقن، المعلم كوتشا بيقولها تهدى وكأن الموضوع مش مستاهل. هي فقدت أعصابها فورا، وهو نعتها بالمرأة سليطة اللسان. الدراما المكتبية هنا قوية، وفي الوقت المناسب بالضبط. لو حياة المنحرف التاني تحطم كمان. بطلنا سجل قتلة مزدوجة. دلوقتي الراجل العجوز مرعوب لأن ده كان تلميذه، ومش هيقدر يمتصه عشان ياخد قوة إضافية. السيدة الضخمة فطست من الضحك عليه، ودلوقتي هما على وشك يتخانقوا على أتباعهم الميتين. الزعيم الأخير الحقيقي ظهر، وقال لقائديه اللي بيتناقروا دول يخرسوا خالص. سيد التحالف لويجي بيديهم محاضرة من على عرش الأفاعي بتاعه، عشان كانوا بيتصرفوا زي المهرجين غير المحترفين. السيدة الضخمة بدأت تعرق فورا، وهي بتحاول تشرح ليه كانت بتتصرف بغباء قدام الزعيم الكبير. الراجل أبو عرش الأفاعي بيشرح خطته الشريرة، مونولوج الأشرار الكلاسيكي. المعتوه ده عايز يمتص طوائف كاملة. الراجل ده محتاج هواية. السيدة الضخمة متعطشة للمتدربين كحشوة. ايه القرف ده؟ المقزز ده متحمس لاحتفال النعيم الكبير، والموضوع شكله مريب. هو بيتجسس على تيان يوان وأمشعر وردي جو مطاردين مقزز. تيان يوان وأمشعر وردي وصلوا لمقر تحالف النعيم. المكان ضخم. أمشعر وردي بتنادي الناس اللي لابسين كويس بالمنحرفين. وصف دقيق. تيان يوان مركز على إيجاد جزر اللوتس الخالد. الأولويات طبعا. تيان يوان بيقول لشوية ناس عشوائيين يقفوا. كان لازم من زمان يتصرف كزعيم. البنت أم شنب بتطلب لحمة وشكلها مش بتهزر. الراجل الجديد المقنع ده عامل نفسه عبيط، بينما البنت أم شنب بتطلب جولة في الخزانة عشان تاكل وجبة خفيفة. أم شعر وردي بتدي بطلنا تحذير ما تلعبش مع دي، حاسة إن البنت أم شن دي مصيبة. بطلنا تيان يوان بيقرر إنه أفضل طريقة للتعامل مع شخص مريب هي إنه يحاول يخليه صاحبه الأنتيم الجديد. الراجل المقنع وافق فورا يساعد، وهو بيتصرف بلطف زيادة عن اللزوم بالنسبة لواحد في طائفة منحرفين. بياخدها لغرفة خاصة وتقدر تشم ريحة الفخ من على بعد ميل. البنت أم شنب أدركت فورا إن دي مش الخزانة، وظل الراجل المقنع بقى شكله مريب جدا. الشخص المقنع يتخلى عن دور الشخص اللطيف، ويكشف عن وجهه الشرير ويفضح أكاذيبها. وأبو شنب تزيد قوتها على الفور، وهي معصبة لأن هذا النكرة حاول يتذاكى عليها. الرجل المقنع يصد هجومها، وهو يتفاخر بأنه كان يعرف أنها متسللة طوال الوقت. فتاة الشارب مصدومة تماما. أخيرا تدرك أن هذا الرجل ليس جزءا من تحالف النعيم أيضا، فيقوم الرجل المقنع بتقديم نفسه. يحاول التحالف مع فتاة الشارب الآن بعد أن انكشف أمرهم، وبطلنا تيانيوان يراقب هذه الفوضى. يدرك أن فتاة الشارب غبية بالكامل ويمكنه استغلالها،
وأبو شنب بدأت تسوي دراما بالفعل، لأن خطتها العبقرية للبحث عن الطعام قد فشلت. الرجل المقنع يخرج منشورا إعلانيا لبطولة قتالية، محاولا عرض خطة جديدة على العفريت الغاضبة، وبالطبع إنها بطولة، حيث الجوائز عبارة عن مجموعة من الألعاب المنحرفة. هذا المكان بأكمله مصيبة أخلاقية. الرجل المقنع يشرح: هو لا يريد الجوائز الغريبة، كل ما يحتاجه هو العثور على الخزانة نفسها. خطته هي أن تفوز هي وتتم مرافقتها إلى الخزانة، وهو سيتبعهم ببساطة. ليست فكرة سيئة بصراحة. بطلنا تياني وان يقاطعهم، وفتاة الشارب تعرض عليه فورا صفقة للعثور على جذر اللوتس. تسحب على الرجل المقنع في ثانية وتشكل فريقا جديدا مع بطلنا. الولاء معدوم هنا. شعر وردي تشك في الخطة الجديدة، بس بطلنا واثق إن العفريتة الصغيرة قوية كفاية عشان تفوز. ذات الشعر الوردي تصرخ بالفعل على بطلنا لتأخره، بينما هو يخوض مونولوجا داخليا آخر. في هذه الأثناء في حلبة البطولة، رجل عجوز يخبر مقاتله الشره بالاستعداد للجولة التالية. مقاتل الرجل العجوز هو رجل مفتول العضلات، قيل له للتو أنه تأهل بعد أن سحق شخصا بالكامل. الجمهور يتناقل الشائعات حول المقاتلة الغامضة الجديدة، التي هي على الأرجح فتاة الشارب التي سحقت الرجل الأخير. واتضح أن شريك فتاة الشارب هو وحش حشري عملاق يرتدي صدرية بيكيني، وكل ما يريده هو البروتين. ذات الشعر الوردي تتساءل: خط بطلنا هي ترك العفريتة تقاتل بمفردها، لكنه ليس قلقا على الإطلاق. يشرح بطلنا أن فتاة الشارب هي امرأة اللكمة الواحدة التي سحقت خصمها الأخير على الفور، لذا ستكون بخير. ثم يذكر مزاد العبيد، وذات الشعر الوردي تشك على الفور أنه يخطط لمهمة إنقاذ. ذات الشعر الوردي نادمة بالفعل على هذا التحالف، وهي مقتنعة بأن عقدة البطل لدى بطلنا ستؤدي إلى القبض عليهم. يصلون إلى قاعة الأطايب، وبطلنا يكسر الجدار الرابع منتقدا كليشيه مزاد العبيد الكلاسيكي. تيان يوان وذات الشعر الوردي يحصلان على معاملة كبار الشخصيات. هذا المكان مريب. فتاة الشارب تعيش أفضل حياتها وهي تستعرض تلك الأحجار الروحية. تيان يوان لديه رمز إليسيوم، يبدو شكله غريبا بعض الشيء. تيان يوان والإمبراطورة فاي هو يسترخيان على أريكة على شكل قلب. الرومانسية لم تمت. تيان يوان لا يهتم بالأحجار الروحية، لكن فاي هو على وشك إنفاق أمواله. رجل ما يعلن عن دور إليسيوم، وهذا يبدو كبداية للمشاكل. إنهم يبيعون فتيات وحوش مستعبدات في المزاد. لقد أخذ الأمر منعطفا مظلما. تيان يوان لديه تلك النظرة التي تقول أنا على وشك أن أفعل شيئا غبيا في عينيه. إنهم يعرضون المستعبدات وكأنهن كلاب بودل للعرض. هذا مقرف. هذا الدلال يصف بعض الأشياء المقززة حقا. أنا غير مرتاح. بطلنا تيان يوان يفعل وضع البطل بالكامل، غاضب تماما من هؤلاء المنحرفين بسبب مزاد العبيد الخاص بهم. ذات الشعر الوردي تذكره بأن رقيبته العسكرية في سباق مع الزمن، وأن لديهم مهمة حقيقية. يعود إلى الواقع، لكنه يقرر أنه غني بما يكفي لشراء جميع المستعبدات لإنقاذهن. مهرج عشوائي في الجمهور يسأل إذا كان بإمكان المستعبدات القتال، ويريد عرضا حيا. الدلال سعيد جدا بالموافقة، ويخبر الرجل أنه يمكنه تذوق البضاعة بنفسه. هذا الشخص المقزز يخرج جرعة طاعة حرفيا، وابتسامته علامة خطر كبيرة، ويجبرون فتاة القطة المسكينة على شرب هذا الجرعة المريبة على المسرح مباشرة. ذات الشعر الوردي تتعرف على الجرعة فورا ويبدو عليها الغضب الشديد. يبدأ الأوغاد بالتحرش بفتاة القطة المخدرة، ويطلبون منها أن تتعرى من أجلهم. وفجأة شخص ما يطلق هجوم طاقة ضخم على شكل قلب مدمرا حفلة المنحرفين بالكامل. يبدأ الدلال بالصراخ على بطلنا لإفساده الحفلة، مستخدما عبارة هل تعرف من أنا الكلاسيكية. يحاول تيانيان حل المشكلة بالمال، عارضا شراء جميع المستعبدات على الفور. الدلال مصدوم تماما من المبلغ،
معتقدا أنه حقق مكافأته السنوية في عملية بيع واحدة. هذا الوغد الجشع يحاول على الفور بدء حرب مزايدة، قائلا لبطلنا أن المزادات لا تعمل بهذه الطريقة. بطلنا تيان يوان يربط الخيوط أخيرا، مدركا أن هذه العملية برمتها مجرد التجار بالبشر. المجرفة الذهبية الغاضبة تظهر بشكل مفاجئ، ويسأل بطلنا إذا كان ذلك ضمن القواعد. ذات الشعر الوردي تراقب من قسم كبار الشخصيات، متظاهرة بأنها ليست من بدأ كل هذه الفوضى. الدلال يبدأ على الفور في التذلل، مستخدما ورقة أنا مجرد دمية لإنقاذ نفسه. بطلنا يدخل في وضع الظلام الكامل، مستعدا لتقديم طبق ساخن من العدالة لهذا المهرج. بمجرفته الذهبية، والزعيم الحقيقي يدخل على الخط أخيرا بعين ولسان مقززين، سائلا من الذي يثير الفوضى. الزعيمة الكبيرة بوجانج تظهر أخيرا وتبدأ في تدمير المكان، قائلة لبطلنا أن تمثيلية البطل قد انتهت، وهي تدوس بالفعل على وجه الدلال، معجبة بأن بطلنا قاوم بالفعل. مهرج جديد يدعى ظل الدم يظهر، يسمي نفسه عبقريا ويعد باستعادة النظام. بطلنا يواسي فتاة القطة، بينما ذات الشعر الوردي في الخلفية لديها لحظة من هذا بحق الجحيم. في هذه الأثناء فتاة الشارب تسترخي مع مشروب عندما تسمع الانفجار من قاعة المزاد، فتركض على الفور إلى البطولة مستعدة للقتال تماما، بينما يعلن المذيع عن خصمها، وخصمها هو شوكيون. لديه بالفعل نادي معجبين كامل من الخرفان يهتفون له. المذيع يقدم فتاة الشارب ووحشها الحشري الشرو، الذي هو هنا فقط من أجل مخفوقات البروتين، لكن فتاة الشارب لديها طائفتها الخاصة من المتابعين، بما في ذلك طفل يريد الزواج منها. المذيع يسأل المقاتلين عن الجائزة التي يقاتلون من أجلها، ممهدا للمباراة النهائية. فتاة الشارب وخصمها كلاهما يريدان جذر اللوتس الخالد، مما يهيئ لمواجهة بطولة كلاسيكية. المذيع يحمس الجمهور لنصف النهائي، وأنت تعرف أن الأمور ستصبح فوضوية. الزعيم الكبير يراقب كل هذا على كاميرا الشرير الخاصة به، ويجهز الفشار للدراما. الرجل على عرش الثعبان يرسل جنرالته الضخمة بوجانج لتذهب وتختبر بطلنا. والمهرج الجديد ظل الدم. نعود بالذاكرة إلى قاعة المزاد، حيث لا يزال الجميع مذعورا بسبب الحفلة التي أفسدها بطلنا. ظل الدم يحاول أن يكون البطل ويخبر الجميع أن يهدؤوا، بينما يتخلص هو من القمامة. بطلنا تيان يوان يحاول تنفيذ حركة الاندماج مع ذات الشعر الوردي مرة أخرى، وهي توافق بالفعل هذه المرة. ظل الدم يعتقد أن زيادة قوتهما مجرد قنبلة ضوئية رخيصة، مستهينا تماما بالحركة. هذا المهرج لا يزال يتكلم بالهراء، متفاخرا بأنه يستطيع قتلهم وعيناه مغمضتان. كلماته الأخيرة الشهيرة: وفورا يتعرض لهجوم ضخم، متعلما بالطريقة الصعبة ألا يتكلم كثيرا في منتصف القتال. ظل الدم غاضب، تأثير زيادة القوة قد زال، ويعتقد فورا أنهما كانا يمارسان نوعا من التدريب المزدوج المنحرف. شكل بطل المندمج يضرب بهجوم كروم مفاجئ، وهذا المهرج يتفاجأ بالفعل. الشكل المندمج يمسك بفتاة القطة، لكنها مخدرة جدا لدرجة أنها لا تستطيع المساعدة، ويوبخها لكونها بطيئة. ظل الدم يدخل في نوبة غضب هرمونية ويتحرر من الكروم بقوة، ويسأل إذا كانوا يعرفون من هو. الكشف الكبير لهذا المهرج هو أنه أيضا ظل النار، وشكل بطلنا المندمج ينتقد انتهاك حقوق النشر. ظل النار يطلق هجوما ناريا ضخما، محاولا محو بطلنا والرهينة في ضربة واحدة. شكل بطلنا المندمج يتفادى الهجوم، بينما يصرخ ظل النار بشأن ترك البضاعة خلفه. يا له من وغد. الشكل المندمج يقوم بالخدعة النهائية بأخذ فتاة القطة كرهينة لإيقاف القتال. تيان يوان يصاب بنوبة هلع، بينما ذات الشعر الوردي تسخر منه لاعتقاده أن هذا المعتوه سيهتم بمستعبده، والخدعة تنجح بالفعل. ظل النار يتوقف، وبطلنا متفاجئ مثلنا تماما. ظل النار يكشف أنه كان يتظاهر، ويخرج أداة جديدة وكأنه على وشك إصدار ألبوم غنائي.
سلاح هذا المهرج النهائي هو خاتم قيادة الوحوش، وهو مجرد مصطلح فاخر لكرة بوكيمون بشرية، ويستخدم على الفور خاتم الفانوس الأخضر المنحرف الخاص به لمحاولة أسر شكل بطلنا المندمج. عرضه الترويجي هو حرف يمكنك إخفاء عشيقاتك في هذا الخاتم. هذا المكان هو انتهاك متنقل لقواعد العمل. جمهور المنحرفين مقتنع تماما، ويطلقون على ظل النار لقب رجل مبيعات العام. يحول وضع الرهينة إلى تخفيضات الجمعة السوداء، وجمهور المنحطين مستعد للإنفاق. فتاة القطة تدرك أخيرا أن مهمة الإنقاذ هذه فاشلة تماما، وتطلب من صديقاتها الهرب. شكل بطلنا المندمج يتحول إلى بطل شونين بالكامل، صارخا في وجوههم لمعاملتهم الناس كأشياء. ذات الشعر الوردي تصرخ داخليا عليه قائلة إن طاقتهما قد نفدت، وأنه على وشك فعل شيء غبي. تحاول تهدئته، مذكرة إياه بأن فتاة القطة لم تعد بشرية حتى، وهو في مهمة انتحارية. بطلنا في هيئته المندمجة يصرخ في وجه ذات الشعر الوردي، سائلا إياها إن كانت بشرية أصلا لكونها باردة لهذه الدرجة. وذات الشعر الوردي مصدومة تماما، ويبدو وكأنه انتقد فلسفة حياتها بأكملها. يلقي عليها خطاب أنت إنسانة بالنسبة لي، وتشعر بدرع السندرة يتشقق. وها هي ذي إعادة تشغيل كاملة للنظام. إنها مصدومة من أن هذا الأحمق يراها بالفعل ندا له، فيدخل شكله المندمج في وضع البطل الكامل قائلا ما فائدة القوة إن لم تستخدمها للخير. وخطاب الشونين ينجح، فتعترف بأنها كانت ستفعل الشيء نفسه من أجله. أخيرا، وبعد أن اقتنعت بالمساعدة في الإنقاذ، يقاطع ظل النار لحظة الترابط بينهما، وهو غاضب من أنهما يقيمان جلسة علاج نفسي. في منتصف القتال يوجه المهرج المنحرف ضربة قاضية، وهو يصرخ بجملة شرير نمطية عن الذهاب إلى الجحيم، لكنه يخطئ الهدف تماما ويبدو مرتبكا للغاية، لأن هدفه اختفى فجأة. ينفصلان عن الاندماج، وفتاة الشعر الوردي تسخر فورا من بطلنا لأنه كاد أن يقطع رأسه، مذكرة إياه بأنها أنقذت مؤخرته مرة أخرى. يخبر الشكل المندمج فتاة القطط أن تسحب خاتم المنحرف وتهرب. ظل النار غير منبهر على الإطلاق، معلقا على خطة هروبهم وكأنها إعادة مملة. ثم يبدأ هذا المهرج في عمل أختام يد ناروتو، على وشك إخراج حركته المقلدة الشهيرة، ويستدعي جيشا كاملا من نفسه. بطلنا على وشك أن يتعرض لهجوم من فيلق من المنحرفين. جيش ظل النار يوجه ضربة قاضية، معتقدين أنه لا يمكن لبطلنا تفادي كل هذه الضربات. فيدخل بطلنا في هيئته المندمجة في وضع بطل الشونين الكامل، مناديا على سيف لا يملكه حتى الآن. وفجأة يظهر سيف أزرق عشوائي ويقذف بكل العبيد إلى بر الأمان، كأنه شعاع سحب من صحن طائر لعين. يعلن النظام عن تجهيز سلاح جديد تلقائيا. صاحبنا يحصل على محتوى إضافي مجاني. في منتصف القتال يتعرض ظل النار لهزيمة ساحقة من السيف الجديد، مدركا أنه اختار القتال مع حوت غاتشا. والسيف الأسطوري ما هو إلا مجرفته الذهبية الغاضبة في شكلها النهائي المبهر. صاحبنا يقاتل بزهرة. ظل النار يسعل دما، محترفا أخيرا بأن سيف الزهرة من مستوى مختلف تماما. فيلجأ هذا المهرج إلى تعزيز قوة أخير يائس، مستخدما حركة رداء الدم التي تبدو شريرة بشكل مبالغ فيه، ويبدأ فورا في مهاجمة الجمهور المصدوم. من أن تذاكر كبار الشخصيات الخاصة بهم لم تشمل درع الحبكة. يخبر هذا المختل الحشد أنه يستعير أجسادهم فقط، واعدا بإعادة الجثث لاحقا. يا له من رجل نبيل. وأخيرا تتحرك الجنرالة الممتلئة بوغانغ وتقتحم المكان لتنهي هذا العرض الهزلي بأكمله. في هذه الأثناء في البطولة تلتقط فتاة الشارب أنفاسها بعد أن سحقت بوضوح روحا مسكينة خصمها الوحش الحشري منهك أيضا، مما يثبت أن هذه الصغيرة المشاكسة لديها مهارات قتالية جادة. المتأهل الآخر للنهائي شوكون
منبهر بأنها هزمت حشرته التي كل ما تريده هو مخفوق بروتين. يحاول شوكون أن يقيم لحظة ترابط شونين سائلا إياها إن كانت تقاتل أيضا لإنقاذ شخص مميز، لكن فتاة الشارب ترد عليه بوقاحة وتصرخ بأنها تقاتل لإنقاذ جدها. وهكذا انتهت المنافسة الودية. في هذه الأثناء هناك شخص جديد ذو شعر بنفسجي يشاهد البطولة من المقاعد الرخيصة ويبدو مريبا للغاية. هذا المهرج يبتسم ابتسامة شرير ويتحدث عن حظه وكأنه على وشك أن يفسد يوم أحدهم. بالعودة إلى الحلبة، فتاة الشارب تتبادل اللكمات مع وحش شوكون الحشري وتضربه بهجوم مسمى. الوحش الحشري يتلقى الضربة ويصمد ويصرخ فقط طالبا البروتين. هذا الشيء ضخم قوي للغاية. يستغل شوكون الفرصة ويقفز بركلة طائرة محاولا مهاجمتها معا، ويوجه ركلة حشرية نظيفة ويبدو أنه أصابها بالفعل هذه المرة، لكنها تمسك بقدمه في الهواء وتسخر منه قائلة إن حشرته تضرب بقوة أكبر. قلة الاحترام لا تصدق. فتاة الشارب ترميه فورا عبر الحلبة وتخبره أن يغرب عن وجهها. تتبعها بانفجار طاقة هائل لتتأكد من أنه سيبقى ساقطا، والمذيع يفقد صوابه. بينما يتم قذف شوكون خارج الملعب اللعين. هذا إقصاء من الحلبة يا حبيبي. وحش شوكون الحشري أنقذه للتو من الإقصاء. وفتاة الشارب تحتج على هذا الغش بالطيران، لكن المذيع يخبرهم بقاعدة تقنيا هذا ليس غشا، مما يسمح لهذه المهزلة بالاستمرار. يعود شوكون إلى القتال مستعدا للعودة وكأنه لم يتم إطلاقه إلى الفضاء للتو. فتاة الشارب تشك في الأمر بالفعل، عالمة أن هذا الرجل على وشك استخدام المزيد من الحيل الرخيصة فيوجه ركلة حشرية أخرى، لأنه إذا فشلت مرة جربها مرة أخرى. صحيح؟ هذه المرة ركلته تصطدم بالأرض بالفعل، مسببة انفجارا هائلا يدمر المنصة، والمذيع يفقد عقله تماما. بينما تغطي سحابة غبار ضخمة الساحة بأكملها، فتاة الشارب تصمد أمام الضربة معترفة بأنها دغدغتها قليلا قبل أن تقرر أخيرا أن تصبح جادة. شوكون يسعى للغبار ويمنحها أخيرا بعض الاحترام، بينما لا تزال حشرته تريد البروتين فقط، وحلبة القتال اللعينة بأكملها قد اختفت. تاركة المذيع يتساءل عما إذا كان يجب عليهم طلب وقت مستقطع تقتحم الجنرال الممتلئة بوغانغ البطولة، وتخبر المذيع أن خدماته لم تعد مطلوبة. هذه المختلة تعلن نفسها الزعيم الأخير وتطلب من المقاتلين الأخيرين مهاجمتها في نفس الوقت. يحاول المذيع استخدام ورقة هذا ضد القواعد، وهي حركة جريئة ضد جبل من العضلات، فتقترب بوغانغ من وجهه مباشرة، سائلة إياه إن كان يحاول حقا إلقاء محاضرة على أحد كبار قادة التحالف، وتطالبه بأن يناديها بالأميرة، ثم تقذف برأسه فورا إلى عنان السماء بسبب تردده. تزيد الأميرة بوغانغ من قوتها، والمقاتلون المتبقون يحدقون فقط، ربما يعيدون التفكير في خيارات حياتهم. تخبر الفتاتين أن القواعد للخاسرين وتقدم لهما قتال 2 ضد 1 من أجل الجائزة الكبرى. فتاة الشارب مصدومة من أن الأميرة كشف تنكرها، بينما يصاب شوكون بالذعر من أن أمره قد كشف أيضا، والأميرة بوغانغ تستعرض قوتها عليهما، سائلة إياهما إن كان بحاجة إلى علبة عصير قبل الحدث الرئيسي. وفتاة الشارب وشوكون يختاران العنف فورا ويتحدان لمهاجمة الزعيم الأخير. توقف الأميرة بوغانغ القتال وتخبر الفتاتين أنها تضع بعض القواعد الجديدة في الحال، وتعلن أن المدينة اللعينة بأكملها أصبحت الآن ساحة معركة ملكية وكل القوى مسموحة. فتاة الشارب تستعد للأسوأ بينما تشرح الأميرة شرط الفوز الجديد. وبالطبع القاعدة الجديدة هي قتال حتى الموت. هذه المختلة لا تمزح أبدا وتطلق فورا هجوما مدمرا للمباني على شوكون الذي أصبح الآن في ورطة كبيرة رسميا. تسخر الأميرة بوغانغ من فتاة الشارب لقلقها على زميلها الجديد. بدلا من وجهها هي الوحش الحشري، الشره يتلقى الضربة بدلا عنها، ولا يزال يصرخ طالبا البروتين كرياضي حقيقي.
فتاة الشارب غاضبة وتصف وحشها الحشري بأيها الشره لأنه تلقى الضربة وهي مصدومة من أن لكمة الأميرة قد شقت درع حشرتها، مدركة أن هذه السيدة خصما حقيقي. تسمع فتاة الشارب دويا في الأفق، وأنت تعلم أن مشكلة أخرى على وشك الظهور. تتحول فتاة الشارب إلى وضع العملاق الكامل، غاضبة من أن الأميرة بوغانغ حاولت مباغتتها أثناء حديثها المنفرد، وتطلق حركة لها اسم أطول من سيرتي الذاتية، كف تمزيق السماء للنجوم المتساقطة. والأميرة بوغانغ تتلقى الضربة بابتسامة تقول: هل هذا كل ما لديك؟ الهجوم يدمر الحي بأكمله. لكن الهدف الفعلي مسترخٍ تماما. في هذه الأثناء شوكون وحشرته يهربان من منطقة الانفجار، بينما يجنجنون نادي معجبيه. فتاة الشارب تعاني من خطأ في النظام، في حيرة تامة من أن حركتها النهائية أخطأت الهدف. تكشف الأميرة عن تقنيتها السرية، إنها مغطاة بزيت النعيم وزلقة جدا لدرجة أنه من المستحيل إصابتها، وفورا تنزلق على زيتها اللعين. لا يمكنك اختلاق هذا الهراء، يسأل شوكون إذا كان قد فاز بالانسحاب، بينما تسخر منها فتاة الشارب لكونها حمقاء تماما. لكن الأميرة كانت تخطط بعبقرية، قائلة إن الوقت قد حان لإخراج حركتها النهائية الحقيقية في منتصف سقوطها. حركة الأمير بوغانغ النهائية هي أن تتكور لتصبح قذيفة مدفع بشرية، تتحول إلى سونيك القنفذ وتطلق نفسها عبر المدينة مثل كرة هدم، كرة البولينج البشرية، تستهدف فتاة الشارب التي على وشك أن تسحق بالكامل. شوكون يعاني من انهيار كامل في النظام، مدركا أن استراتيجية هذه المختلة الرئيسية هي فقط التدحرج نحو الناس. تستعد فتاة الشارب للاصطدام وهي تصرخ بأنها ستنتقم لخادمها. ونعود إلى مقر تحالف النعيم، لأنه لماذا ننهي قتالا بينما يمكننا الحصول على دراما مكتبية؟ يدخل رجل مغطى بالدماء ليقدم تقريرا لزعيم التحالف، رجل عرش الأفعى مسترخ على عرشه ويبدو متعجرفا بشأن الفوضى. إنه العجوز السيد كوتشا يعرض كومة من الرؤوس المقطوعة وكأنها مشروع مدرس العين. هذا المختل يتفاخر بالحفاظ على الرؤوس طازجة للبحث في أرواحها. هؤلاء الأشرار مجانين تماما. يسأل رجل عرش الأفعى تابعه السيد كوتشا إذا نجح استجواب الرؤوس. يخبره السيد كوتشا أنه لم يحصل على أي شيء على الإطلاق من الرجال الموتى، فشل ذريع. فيتجاهل الزعيم الأمر ويأمره بإبادة طائفتهم بأكملها لاحقا. لا شهود. يتجرأ السيد كوتشا ويسأل ما علاقة هذه الأسرار القديمة برعاتهم. يبدأ رجل عرش الأفعى درسا في التاريخ، سائلا لماذا تعتبر طائفة الروح البيضاء في القمة. فاجأه بالكشف الكلاسيكي بأن الأمر لا يتعلق به بل بمن كان يدعمه. والمعلم كوتشا عقله ضرب تماما، وهو يدرك أن هناك لاعبين أكبر في الصورة. ثم يظهر لنا جدول كامل لمستويات القوة، يشرح مراحل الصقل الثمانية، ويكشف الزعيم أن أقوى شخص على الإطلاق وصل فقط للمستوى السادس من أصل 8. المعلم كوتشا بدأ يعرق، وهو يدرك أن رئيسه يلعب في مستوى مختلف تماما. صاحب عرش الثعبان يصحح لتابعه قائلا إنه لا يلاحق كائنات عليا فحسب، بل يسميهم الآلهة البدائية. ونرى مشهدا لكائن فضائي يشبه كثولو وشريكه رجل فضاء مفتول العضلات يرتدي سبيدو. يبدو أن الكون خلق على يد شخصيات غريبة الأطوار. خطة هذا المجنون بأكملها هي العثور على هؤلاء الآلهة حتى يتمكن من رفع مستواه وتجاوز الأقوى. المعلم كوتشا يعيش أزمة وجودية بعد أن أدرك أن عالمه كله مجرد ساحة لعب. الزعيم يلقي عليه خطبة كلنا مجرد غبار، ويا لها من قسوة. الرجل العجوز فهم الأمر أخيرا، مدركا أن جمع الرؤوس كان من أجل خطة أكبر وأكثر جنونا. صاحب عرش الثعبان يؤكد أنه يخطط لانقلاب ضد الطائفة العليا بفضل رعاته الجدد ذوي المستوى الإله. يقترب من وجه كوتشا ويناديه الشاي المر، ويسأله إذا كان يمتلك الجرأة لفعل هذا. الزعيم يبتسم ابتسامة مجنونة بالكامل، محاولا الضغط على تابعه
للانضمام إلى تمرده. الرجل العجوز المعلم كوتشا يحاول التراجع عن هذه الخيانة ذات المستوى الكوني ويبدو مرعوبا تماما، لكن صاحب عرش الثعبان يواجهه بابتسامة تقول لقد تورطت بالفعل أكثر من اللازم. إنه يطمئن تابعه بأن هذا سر صغير بينهما، وهي لغة الأشرار التي تعني إذا وشيت ستموت. وهكذا بكل بساطة أصبح المعلم كوتشا جروا صغيرا مخلصا محطما تماما بسبب الضغط. لا يزال الرجل العجوز يحاول إيجاد عذر، قائلا إن هذه الأسرار القديمة من المستحيل العثور عليها، وصاحب عرش الثعبان يتصرف وكأنها صعبة المنال بينما يتجسس حرفيا على أبطالنا بكراته الكريستالية السحرية، إنه يحلل مقاتل البطولة بدءا من شكون وتقنيتها النادرة قبضة الحشرة، ثم يشير إلى الفتاة ذات الشارب التي تمتلك هجوم كف أسطوري وبطريقة ما تتحكم بوحش كون الحشري. وأخيرا بطلنا يانيوان النكرة الذي لا يمتلك أي مستوى تدريب، الذي حول فتاته إلى غاندام لعين. خطة الزعيم بسيطة: دعا جنرالاته يقتلون الأبطال، ثم سيسرق أرواحهم ببساطة للحصول على رموز الغش. يسأل المعلم كوتشا إذا كان يجب عليه المساعدة، لكن صاحب عرش الثعبان يقول إذا خسر جنرالاته فهم قمامة على أي حال. يكافئ الزعيم الشاي المرة بأن يخبره أن يذهب ويختار بعض المراجل البشرية من مجمع المنحرفين، ويبدأ الرجل العجوز بالانحناء على الفور متحمسا تماما للذهاب والحصول على مكافأته. صاحب عرش الثعبان يخطط بالفعل لامتصاص تابع بعد أن يحصل على ترقية في القوة. يا له من ثعبان! ننتقل إلى قتال مختلف، حيث يقوم شخص ما بتنفيذ حركة تسمى الموت تحت زهرة الفوانية. إنه الرجل ذو العباءة من قبل، وهو الآن يرتدي درع باور رينجر كامل، ويتساءل لماذا هؤلاء الضعفاء لا يموتون. ظل النار يتفاخر بأن جيشه من الزومبي بنفس قوة ما كانوا عليه عندما كانوا أحياء. أحد الزومبي يحاول الإمساك به، ويقرر ظل النار أنه انتهى من اللعب بطعامه. الفارس الوردي تلتهم ذراعه برأس زومبي يخرج من ثقب دودي لعين، هذا انتهاك للقواعد. ظل النار يراقب حشد الزومبي الخاص به وهو يسيطر على الرجل مستعدا لإنهاء الأمر. الفارس الوردي يقوم بحركة مقلدة وظل النار مصدوم. إن هراءه الخاص يستخدم ضده، وعلى الفور يتعرض الفارس الوردي لضربة اللسان تخترق حلقه اللعين. لا بد أن هذا مؤلم. حشد الزومبي يحول هذا الرجل إلى وسادة دبابيس بشرية وداعا لبدلة الباور رينجر تلك. نعود إلى بطلنا وذات الشعر الوردي تصرخ عليه ألا يموت لأنه خططها لإحياء عرق الشياطين. تيانيوان يعيش أزمة كاملة مدركا أن حركات هذا الرجل أغرب من أن يستوعبها عقله المبرمج على روايات الويب، لكنه يحصل على قوة شونين إضافية بفضل إيمان ذات الشعر الوردي وسيفه الجديد الذي يبدو أن له اسما الآن. الشكل المدمج يحصل على مظهر جديد، ويبدأ على الفور في تمزيق نسخ ظل النار وكأنه خلاط لعين.